السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم المهندس احمد الحضري، وان شاء الله في الفيديو ده هنجمع لحضرتك التكامل كامل. حلو. حضرتك المفروض دلوقتي بتتفرج على الفيديو ده بعد ما خلصت يا سيدي فيديو التفاضل وراجعت على الحاجات اللي انت محتاجها في الماده، عشان يبقى انت كده خلصت التفاضل كامل، عشان تبقى انت مرتاح وذهنك صافي تسمع يا باشا التكامل. حلو. تعالى نقول الموضوع من بدايته خالص. احنا يا سيدي في التكامل كنا بنتكلم عن ايه؟ احنا عارفين ان التكامل هو العمليه العكسيه للتفاضل. يعني احنا كنا بنعكس اللي كنا بنعمله في التفاضل. ازاي؟ افكرك. ادي يا باشا الداله، وادي يا سيدي تكاملها. حلو. تعال نمسك من الاول. اول حاجه يا باشا عندنا كانت السين والسينون. سين واي اس في الدنيا. كنا بنعمل ايه؟ قال لك كنا بنزود على الاس واحد وبنقسم على الاس الجديد. طب لو معانا رقم قدام السين والسينون، قال لك الرقم بيفضل زي ما هو وبنزود على الاس واحد ونقسم على الاس الجديد. طب لو معانا رقم لوحده، تكامله يا باشا رقم في سين. ليه يا عم؟ لانه هنا الف ده مضروبه في واحد، والواحد اللي المفروض ان هي سين اس صفر. فلما نزود على الاس واحد هتبقى واحد، واقسم على الاس الجديد هتبقى واحد، فمعنى كده ان اي رقم تكامله رقم في سين. حلو. بعد كده اتفقنا يا جماعه ان التكامل بيتجزأ على الجمع والطرح. يعني التكامل بيتجزأ على الجمع والطرح نفس التفاضل بالظبط. يعني لو معاك 500 داله مجموعين او مطروحين وعايزين نكملهم، بنكامل كل واحده لوحدها. حلو. بعد كده المفروض في التفاضل اخذنا مشتقة حاصل ضرب دالتين ومشتقة حاصل اسم الدالتين. في التكامل قال لك مفيش الكلام ده. مفيش حاجه اسمها تكامل حاصل ضرب دالتين ولا تكامل حاصل اسم الدالتين. واحد يقول لي طب افرض انا معايا دالتين مضروبين وعايز اكملهم، اقول لحضرتك ما ينفعش. امال هتعمل ايه؟ اضربهم الاول، فكهم، خليهم يا باشا دوال مجموعه ومطروحه وكمل كل واحده لوحدها. طب لو مقسومين اتصرف وتخلص من الاسم، اسمهم على بعض، اتصرف ماشي. المهم ان انت ما عندكش لا تكامل حاصل ضرب ولا تكامل حاصل اسم، بس عندك يا باشا تكامل قوس. وتكامل القوس ده يا جماعه قال لك هنا بقى احنا كنا بنعمل ايه؟ قال لك يا باشا كان اي قوس عشان نشتقه كنا بننزل الاس ونطرح من الاس واحد ونضرب في مشتقه اللي جوه القوس. قال لك بقى في التكامل في شرط اساسي. قال لك ايه الشرط الاساسي؟ قال لك الشرط الاساسي ان اللي جوه القوس يا جدعان يكون معادله من الدرجه الاولى. لازم اللي جوه القوس يكون معادله من الدرجه الاولى عشان اقدر اكمل القوس. طب بنكمل القوس ازاي؟ قال لك عكس اللي كنا بنعمله في التفاضل. قال لك بنكتب نفس القوس ونزود على الاس واحد ونقسم على الاس الجديد ونقسم على معامل السين اللي هو مشتقه اللي جوه القوس. ما هو انت لو شفت اللي هناك احنا كنا بنعمل ايه؟ بننزل الاس ونطرح واحد ونضرب في مشتقه اللي جوه. هنا بقى اعكس بقى، هنا زود واحد واسم على الاس الجديد واقسم على المشتق اللي جوه اللي هو هتلاقيه معامل السي. شرط اساسي لازم يكون اللي جوه القوس معادله من الدرجه الاولى. حلو. طب يا سيدي حضرتك بعد كده احنا اخذنا الداله الاسيه. الداله الاسيه اللي بيكون فيها المتغير في الاس، وبرضه شرط اساسي. الشرط الاساسي يا باشا ان القوس ده اهو، الاس ده اهو يكون معادله من الدرجه الاولى. يبقى لما اقول لك الف اس اي حاجه ما تجيش، لازم تبقى الف اس داله من الدرجه الاولى. ساعتها بنكمل ازاي؟ ساعتها يا باشا بنكمل ان هي بتفضل هي نفسها، بس يا سيدي بنقسم على مشتقه الاس اللي هو معامل السين، وبنقسم كمان على لو الف الاساس ها. لو انت فاكر هناك احنا كنا بنسيبها هي نفسها ونضرب في مشتقه الاس ونضرب في لو الف الاساس ها. بدل ما كنا بنضرب هنقسم بس كده. حلو. طب بعد كده اللوغاريتم يا باشا كان واحد على اللي جوه في مشتقه اللي جوه. تمام؟ ده كان عموما، ده كان مشتقته. في التكامل قال لك اصلا ما اقدرش اكامل الا برضه يا سيدي لو كان معايا ده اللي من الدرجه الاولى. اللي هي بقى اللي مثلا ان انا اجيب لك واحد على س. ايه واحد على س دي يا باشا؟ قال لك يا باشا تكاملها له مقياس س الاساس ها. طب ايه ده؟ هو ما ينفعش واحد على س دي اطلعها فوق بأس سالب واخليها سينوس سالب واحد واكملها عادي زي التكامل العادي؟ قال لك لا. ليه بقى؟ لان انت لو طلعتها فوق بسينوس سالب واحد وجيت كملتها التكامل العادي سينوس سالب واحد، لما زود على اس واحد هيبقى سين اس صفر، تقسم على الاس الجديد كانت بتقسم على صفر، وهي اسم على صفر غير معرف، فما تنفعش. يبقى الواحد على س السين ما ينفعش تطلع فوق. ايه ده؟ طب افرض مثلا كانت واحد على س تربيع، لا هطلع السين تربيع فوق واكمل عادي. طب افرض واحد على س تكعيب، هطلع السين تكعيب فوق واكمل عادي. ايه ده؟ يعني اي س ثانيه غير الواحد على س دي بطلعها فوق واكمل عادي من غير اي مشكله خالص. حلو. طب واحد يقول لي طب اشمعنى يا باشا حطيت لها مقياس؟ اقول لحضرتك ليه حاطين لها مقياس. لان دلوقتي مثلا لما اجي اقول لك ص بتساوي له مقياس س الاساس ه،
وقلت لك اشتقها لي. فانت اي مقياس في الدنيا المفروض ان احنا بنعيد تعريفه، بناخد اللي جوه مره بالموجب وبناخد اللي جوه مره بالسالب. مره لما السين اكبر من الصفر ومره لما السين اصغر من الصفر. حلو حلو. لو انا جيت قلت لك بقى على الداله دي يا باشا اشتقها لي، فلما اجي اشتق هتقول له صاد شرطه بتساوي، انا كده هشتق الداله اللي فوق وهشتق الداله اللي تحت. فمشتقه اللوغاريتم واحد على اللي جوه في مشتقه اللي جوه اللي هي س، معلش اللي هي س مشتقتها بواحد يعني. طب يا باشا ديت مشتقتها ايه؟ قال لك واحد على اللي جوه في مشتقه اللي جوه اللي هي بسالب واحد، فالسالب يروح مع السالب يتبقى لك يا باشا واحد على س. ايه ده؟ يعني اللوس اللي اساسها مشتقتها واحد على س، واللوس اللي اساسها مشتقتها واحد على س، فالواحد على س دي بقى لما تيجي ترجعها لاصلها هترجعها للسالب ولا هترجعها للموجب؟ قال لك يا باشا ريح دماغك خالص ورجعها للمقياس. حلو حلو، عشان تفهم احنا ليه حطينا هنا مقياس، ولازم يتحط مقياس لان الموجب والسالب الاثنين مشتقتهم واحد على س، يبقى الواحد على س تكامله، ممكن تحط الموجب ممكن تحط السالب عشان ما تتلخبطش ونحط لها المقياس بتاعنا. حلو. التكامل بقى يا جماعه بيجي لنا ازاي؟ فهمني. التكامل حضرتك بيبقى شكله عامل كده، دي علامه التكامل، وهنا بنكتب الداله اللي احنا بنكملها، وهنا الحاجه اللي انا بكمل بالنسبه لها. زي ما انت هناك كنت بتشتق، كنت ممكن تشتق بالنسبه لسين او صاد او عين او لام او اي حاجه، هنا بنشتق برضو بالنسبه لسين او صاد او عين او لام او اي حاجه. بس في التكامل بقى، في التكامل انت لما تيجي تكامل غصب عنك، لو انت بتكمل بالنسبه لسين المتغيرات هنا لازم تكون سينات، اي حاجه ثانيه غير السينات ثوابت مالكش دعوه بيها. لو انا بكمل بالنسبه للصاد يبقى هنا يا باشا كلها صادات، بالنسبه للفاء كلها فاءات، وهكذا. هناك يا باشا الدنيا مريحه، بنعمل اي حاجه بالنسبه لاي حاجه، لكن في التكامل لا، في ثوابت. قال لك طب انت لما بتكامل؟ قال لك عادي جدا، بكامل الداله دي الاول، ماشي الكلام كده، وفي الاخر بحط هنا حاجه اسمها ثابت التكامل. ايه ثابت التكامل ده يا باشا؟ هفهمك جه منين. ده ثابت التكامل. اقول لحضرتك تعالى يا عم الحاج ناخد مثال. لو انا جيت قلت لك دلوقتي عايزين نكامل س تكعيب زائد 3 س تربيع زائد 5 س ناقص 1 على س زائد 2 اس س بالنسبه لس، اهو شويه دوال مجموعين او مطروحين. اعمل ايه يا باشا؟ كامل كل واحده لوحدها. الس تكعيب بنكملها ازاي؟ قال لك بنزودها الاس 1 ونقسم على الاس الجديد. 3 س تربيع تكاملها 3 س اس 3 على 3 زائد الاس 1 ونقسم على الاس الجديد. 5 س تكاملها 5 س اس 2 على 2. الواحد على س تكامله له مقياس س الاساس هاء. 2 اس س تكاملها هي نفسها بس اقسم على معامل السين واقسم على له 2 الاساس هاء، وبنحط هنا يا باشا حاجه بنسميها ثابت التكامل. حلو. ثابت التكامل ده جه منين؟ اقول لحضرتك بقى حاجه بسيطه خالص. مثال بسيط، لو انا جيت قلت لحضرتك مثلا ص بتساوي س تكعيب وقلت لك اشتقها لي. حلو. خلي بس جنبها اي رقم. س تكعيب زائد 5، لما اجي اشتقها صاد شرطه هتقول لي والله 3 س تربيع، طب والخمسه مشتقتها بكام؟ بصفر. مش المفروض التكامل عكس التفاضل؟ حلو. فلما اجي اقول لك كامل لي بقى ال3 س تربيع بالنسبه لس، فهتقول لي ايه؟ 3 س تربيع تكاملها 3 س اس 3 على 3، فالثلاثه هتروح مع الثلاثه فهيتبقى لك س تكعيب. هتلاحظ حضرتك ان انت رجعت س تكعيب، طب فين الخمسه؟ طب افرض دي كانت 6، افرض دي كانت 7، افرض كانت سالب 1، افرض كانت سالب 2، كده كده مشتقتهم بصفر. لما بتيجي ترجع بقى الصفر دوت انت ما بتبقاش عارف انت هترجعه لكام، لان انت ما انتش عارف الرقم الاساسي اللي في اصل المساله كان كام، فبنعوض عنه يا باشا بحاجه بنسميها ثابت التكامل ونريح دماغنا خالص. حلو حلو. ده مكان ايه؟ مكان يا باشا الثابت اللي كان في اصل المساله، اللي انت لما جيت اشتقيته طلع بصفر، لما جيت ترجعه ما رجعش. واحد يقول لي طب ما ممكن ما يكونش اصلا ثابت موجود. ايوه، ما دي اللي انا بتكلم فيه، ممكن يكون الثابت ده اصلا كان بصفر وما كانش موجود، فانت ريح دماغك حط ثابت وخلاص. بس فالثابت ده لازم يكون موجود في كل مساله تكامل عادي زي ما انت شايف بالنسبه لنا. حلو حلو. طب يا عم الحاج لو جيت قلت لك مثلا عايزين نكامل اهو، شوف يا سيدي الفرق، 2 على س تربيع زائد 5 س في 2 س زائد 1 زائد يا باشا 3 في الجذر التكعيبي ل 2 س ناقص 1 الكل تربيع. قلت لك عايزين نكمل الحاجات اللي قدام حضرتك دي، تقوم انت قايل على طول والله دي اسمه وانا ما عنديش تكامل اسمه، ده ضرب وانا ما عنديش تكامل ضرب، ده جذور وانا عارف ان الجذور بحولها لاقواس عشان اقدر اكمل عادي زي ما انا كنت بشتق بالظبط. حلو حلو. فانا لازم اظبط المساله الاول. فانا المساله يا سيدي اول خطوه هنا هطلع السين تربيع فوق، فهتبقى 2 س اس سالب 2، ودول هضربهم في بعض فهيبقى 5 س في 2 س ب 10 س تربيع زائد 5 س، وده هخليها 3 وده هتبقى 2 س ناقص 1 الكل اس 2 على 3 بالنسبه لس، وكده يا باشا اقدر ابدا اكامل. ف 2 س اس سالب 2 لما اجي اكملها هتبقى 2 س وازودها على اس 1 تبقى سالب 1 على سالب 1 زائد 10 س اس 3 على 3 زائد 5 س اس 2 على 2. طب والقوس؟ قال لك تعالى بقى
طب بتكمل القوس ازاي؟ قال لك يا باشا بنكتب نفس القوس اهو، وبنزود الاس 1 يبقى 5 على 3، ونقسم على الاس الجديد، ونقسم كمان على معامل السين زائد الثابت. بعد كده روق على المساله بس شويه، يعني ظبط دي 2 على سالب 1 يا باشا كده فيها السالب 2، ودي ترجع لاصلها تبقى سالب 2 على س، وده هتبقى 10 على 3 س تكعيب، وده هتبقى 5 على 2 س تربيع، ودي مقام المقام تطلع بسط 3 في 3 يا باشا ب9، و5 في 2 ب10، ودي 2 س ناقص 1 لكل اس 5 على 3 زائد الثابت. يعني دايما روق على نفسك في اخر المساله كده وظبط المساله يا باشا زي ما انت عايز. حلو حلو. طب يا سيدي معلش كمان واحده يا عم الحاج بالمره، لو جينا قلنا مثلا تكامل س جذر س زائد س تربيع على جذر س زائد يا باشا جذر س على س تكعيب في المسائل اللي زي دي. قال لك برضه يا باشا مفيش ولا واحده من دول تعرف تكملها مباشر، لازم تظبطهم كلهم. ازاي يا عم؟ تعالى على كل جذر س يا باشا خلي السين ديت اس نص، خلي يا باشا جذر س ديت س اس نص، خلي السين دي يا باشا س اس نص، ابدا اضرب في بعض الاول، س في س اس نص بس اس 3 على 2، يعني في حاله الضرب بنجمع الاسس، في حاله القسمه بنطرح الاسس، س اس 2 على س اس نص يدينا يا باشا برضه س اس 1 ونص اللي هي 3 على 2، ودي يا باشا س اس نص على س اس 3 في حاله القسمه بنطرح الاسس فهيبقى س اس 3 ناقص 2 او معلش نص ناقص 3 يبقى سالب 2 ونص اللي هو سالب 5 على 2. بعد كده نجمع دول مع بعض فيتبقى لنا 2 س اس 3 على 2 زائد س اس سالب 5 على 2، وكده يا باشا ابدا اكمل ببساطه. طب هكمل ازاي؟ قال لك اهو هكتب نفس الاس بس هزود الاس 1 ونقسم على الاس الجديد يا باشا. طب وهنا نفس الكلام بس هزود الاس 1 ونقسم على الاس الجديد يا باشا، واوعى تنسى الثابت. واخر خطوه في المساله وكان يطلع بسط، كان يطلع بسط فيبقى هنا كام؟ 4 على 5 س اس 5 على 2، وهنا سالب 2 على 3 س اس 3 على 2 زائد يا باشا الثابت. وكده بالنسبه لك الاساسيات معاك جميل. حلو. تبدا بقى المشاكل تظهر امتى؟ المشاكل يا باشا تبدا تظهر امتى؟ بسبب الحاجات اللي احنا قلنا عليها اساسيات دي. ايه بقى؟ انك تلاقي حضرتك ان القوس ده اللي جواه ما هواش معادله من الدرجه الاولى، او ان الاس ده ما هواش معادله من الدرجه الاولى، او المقام ده ما هواش معادله من الدرجه الاولى، ومش عارف اقسم على بعض، مش عارف اختصرها زي المسائل اللي زي دي. طب ساعتها بنعمل ايه؟ ساعتها بنلجا لطرق بنسميها طرق التكامل. وطرق التكامل هم عندنا طريقتين، ايه هما الطريقتين؟ تكامل بالتعويض وتكامل بالتجزئه. هديك يا باشا خلاصه هنا والخلاصه هنا في منة الا منة. يلا بينا يلا بينا. طرق التكامل يا باشا، طرق التكامل اولهم التكامل بالتعويض. التكامل بالتعويض ده يا جماعه احنا لجأنا له امتى؟ اقول لحضرتك احنا لجأنا له اول ما شفنا مثلا اول ملحوظه عندنا ان هي تيجي لنا كده س تربيع زائد 5 لكل اس 7 في 2 س د س. ادي اول مثال يا باشا يفهمك الدنيا كلها. المثال ده مشكلته مشكله لذيذه. ايه بقى؟ ان ده قوس وانا ما اقدرش اكمل اللي جوه القوس الا لما يكون اللي جوه القوس معادله من الدرجه الاولى زي ما اتفقنا. طب هي هنا مش معادله من الدرجه الاولى، فبنعمل ايه؟ بنعوض عنها. بنسمي اللي جوه القوس ده اي حاجه، صاد لام عين ميم اي حاجه، بنسميه مثلا عين. اهو يا باشا نفرض ان عين ده بيساوي س تربيع زائد 5، وبنعمل حاجه اسمها تفاضلي الداله. تفاضلي الداله ده حاجه بسيطه خالص، ان انا بشتق العين بالنسبه لس عادي خالص، فاشتق يا باشا. فالعين مشتقتها بالنسبه لس اسمها د العين د س، وس تربيع مشتقتها 2 س، بس وانا بكتب الدال س نكتبها هنا اهو، فتبقى د العين بتساوي 2 س في د س، اكنك ضربت طرفين في وسطين وخلص الموضوع. ده اسمه تفاضليه الداله يا باشا. وبعد كده نعمل ايه؟ نبص في المساله بصه بسيطه، هل ال 2 س د س موجوده في المساله؟ نبدا نعوض على طول. فنبدا نعوض، فاللي هيحصل ان المساله تبقى كده، هشيل الس تربيع زائد 5 احط مكانها عين فتبقى عين اس 7، وهنشيل ال 2 س في د س ونحط مكانها د العين، وكده بقت مساله تافهه قوي اقدر اكملها في ثانيه. ازاي؟ هتبقى عين اس 8 على 8 زائد الثابت. واخر خطوه في المساله ارجع العين تاني، فلما ترجع العين تاني هتبقى المساله س تربيع زائد 5 الكل اس 8 على 8 زائد الثابت. جميل جميل. لاحظت هنا ايه بقى؟ لاحظت هنا حاجه لذيذه قوي، ان ال 2 س ديت كانت مشتقه الس تربيع، طبعا الخمسه مشتقتها بصفر، يعني اللي بره القوس ده مشتقه اللي جوه القوس. الناتج في الاخر طلع ايه؟ الناتج في الاخر طلع نفس القوس بس زودنا على الاس 1 وقسمنا على الاس الجديد. من هنا طلعنا يا جماعه 5 ملاحظات. ايه هم ال5 ملاحظات؟ اقولهم لك. الملاحظات بتاعتنا بتاعت التكامل بالتعويض في الانجاز.
قال لك اول ملحوظه يا باشا، لو انت حضرتك عندك قوس واللي بره مشتقه اللي جوه القوس، ساعتها الناتج بيطلع نفس القوس بس هنزود على الاس واحد ونقسم على الاس الجديد. حلو حلو. طب تاني حاجه، تاني حاجه يا باشا ان البسط يكون مشتقه ما تحت الجذر بس الجذر في المقام. الجذر يكون في المقام والبسط مشتقه اللي تحت الجذر، الناتج على طول بيطلع 2 الجذر. ما تنساش طبعا ان فينا ثابت، حلو حلو. لكن لو كان البسط مشتقة المقام كله يبقى الناتج يا باشا هيطلع له مقياس المقام الاساس هاء زائد الثابت. يبقى لو البسط مشتق ما تحت الجذر 2 الجذر، لكن لو البسط مشتقة المقام كله يطلع له المقام. الرابعه يا باشا ان لو معاك داله اسيه ومعاك مشتقة الاس بتاعها، الناتج بيطلع هي نفسها زائد الثابت بس بشرط ان الاساس هنا يكون هاء. طب افرض كده كان هنا رقم بنقسم على الرقم الاساس هاء. حلو. طب الملحوظه الخامسه هقولها لك في الدوال المثلثيه لك كمان شويه. حلو. طب يا عم الحاج انت قلت لي شرط عشان نشوف الملاحظات ديت لازم يكون اللي بره مشتقه جوه قوس، اللي فوق مشتقه من تحت الجذر، اللي فوق مشتقه المقام، ده اللي اسيه معاك مشتقه الاس. افرض ما عندكش حاجه مشتقه حاجه، زي ايه مثلا؟ زي مثلا لما اجي اقول لك تكامل 2 س ناقص 3 في جذر يا باشا س ناقص 4 بالنسبه لس. اهو دول قوسين مضروبين في بعض، مفيش واحد فيهم مشتقة التاني. بس في ازمه كبيره ان انا ما عنديش تكامل، حصل ضرب دالتين وانا مش عارف اضربهم في بعض بسبب الجذر. قال لك خلاص شوف الحاجه اللي عامله لك المشكله. ايه الحاجه اللي عامله المشكله؟ اللي هي الجذر. تعمل ايه؟ تفرضها. طب افرض ايه؟ افرض اللي جواها، افرض اللي براها، افرض الجذر كله براحتك بمزاجك. طب وبعدين؟ قال لك بص يا عم تعال، والله لو انت قلت لي انا هختار الجذر كله افرضه، هختار اللي جوه افرضه، مفيش عندي مشكله. بس هقول لك تعمل ايه. اول حاجه مثلا تعال نفرض الجذر كله. هقول له يا باشا بنفرض ان ايه يا باشا؟ ان ع بتساوي جذر س ناقص 4. اول بقى حاجه المفروض تعملها تعكس ليه؟ انت هنا اول خطوه كنت بتعملها ايه؟ كنت بتفرض وتشتق على طول. لكن هنا بقى اصلا المشتقه مش موجوده في المساله، فلازم تعمل ايه؟ تعكس، تجيب السين هي اللي دلاله العين. يعني اول حاجه هنربع فيبقى ع تربيع تساوي س ناقص 4، ودي دي للناحيه الثانيه فيبقى ع تربيع زائد 4 بتساوي س. ودي اول خطوه، تجيب السين في طرف لوحدها وبعد كده تعمل تفاضليه دال. ع تربيع تبقى مشتقتها 2 ع د العين. طب والسين مشتقتها 1 بس في د س، زي ما قلت لك كل واحد يتكتب لوحده. وبعد كده تعمل ايه؟ تبدا تعوض. ايه ده؟ هنعوض؟ مساله الحل فعلا مهما كانت المساله هتتحل. افرض الحاجه اللي عامله لك المشكله، اعكس، جيب السين هي اللي دلاله العين وبعد كده جيب الدال س وعوض. انا مشكلتي كلها اجيب الحته الجميله ده، الدال س ده اهي، عشان اعرف اعوض مكان الدال س ده. حلو. تعالى يلا يا باشا نبدا نعوض. ده 2 هي السين يا باشا انت جبتها بكام؟ ب ع تربيع زائد 4، يبقى ع تربيع زائد 4 ناقص 3. والجذر كله احنا سميناه عين، والدال س دي احنا جبناها ب 2 ع د العين. كده المساله بقت عباره عن شويه اختصارات لذيذه هنختصرهم بس. يعني يا باشا ده هتبقى 2 ع تربيع زائد 8 ناقص 3 يبقى زائد 5 في 2 ع تربيع د العين. تعرف تضرب الاقواس ده في بعض؟ ايه ده بقى ده ضرب سهل قوي. هتبقى يا باشا 4 ع اس 4 زائد 10 ع تربيع، وكده ابدا اكمل عادي. اكمل ازاي؟ هتبقى ده 4 ع اس 5 على 5 زائد 10 ع اس 3 على 3 زائد الثابت. واخر خطوه في المساله ارجع العين يا باشا. يعني المساله تبقى ايه؟ 4 على 5 في جذر س ناقص 4 اس 5 زائد 10 على 3 في جذر س ناقص 3 لكل اس 3 زائد الثابت. وكده المساله يا باشا خلصت. ايه الحلاوه دي؟ اهو زي ما انت شايف حضرتك اهو. الدنيا بسيطه جدا، كل اللي عليك تعمله تفرض الحاجه اللي عامله لك المشكله، تعكس، تجيب السين في طرف لوحدها، تشتق تجيب الدال س وتبدا تعوض. اول ما تبدا تعوض هتبدا تلاقي المقدار عباره عن شويه حاجات يا باشا مضروبه في بعضها، مضروبهم بس في بعض. الموضوع بسيط جدا جدا جدا. حلو الكلام؟ طب ده اول طريقه. نشوف تاني طريقه، يلا بينا. الطريقه الثانيه يا باشا عندنا بنسميها التكامل بالتجزيء. والتكامل بالتجزيء ده هو عباره عن تكامل حاصل ضرب دالتين مفيش واحده فيهم مشتقه الثانيه. يعني ما بتشتغلش تكامل تعويض. زي ايه؟ زي مثلا لما اجي اقول لك تكامل س في ه اس س بالنسبه لس. ده يا باشا مساله. طب يا عم الحاج لو بصيت بصه بسيطه، السين في ه اس س، اولا ه اس س الاس بتاعها معادله بالدرجه الاولى، يعني مش عامل لي مشكله. والسين دي معادله بالدرجه الاولى.
بس دول حاصل ضارب وانا ما عنديش تكامل حاصل ضارب ومفيش واحده فيهم مشتقه الثانيه، فما هياش تكامل بالتعويض. احلهم ازاي؟ قال لك يا سيدي بتوع الرياضه اخترعوا طريقه جميله قوي. قال لك ايه؟ قال لك احنا هناخد داله من دول يا باشا نفضلها، وهناخد داله من دول يا باشا نكملها. حلو حلو، عشان يطلع لنا تكامل جديد اسهل من التكامل القديم ده اللي هو ايه بقى؟ احنا هناخد يا باشا السين نفضلها، طب والهاء اس س هنكملها. حلو حلو، يلا يا باشا فاضل السين مشتقتها بواحد، طب الهاء اس س تكاملها هي نفسها، كان الناتج يطلع ايه؟ كان الناتج يطلع ده في ده ناقص تكامل ده في ده. طب كده يا باشا قول لي كده الناتج. الناتج يا باشا هيساوي ده في ده بس هاء اس س ناقص تكامل ده في ده يبقى تكامل هاء اس س. كده فعلا طلع لنا تكامل جديد اسهل من التكامل القديم. ليه؟ لان انت عارف حضرتك ان الهاء اس س تكاملها هي نفسها زائد الثابت، وكده يبقى السؤال خلص. ايه الحلاوه دي؟ واحد يقول لي طب انت ايه اللي عرفك ان السين ديت يا باشا هي اللي هتتفاضل والهاء اس س دي اللي هتتكامل؟ قال لك ما هو ده اللي انا قلته لك، احنا عشان نطلع تكامل جديد اسهل من التكامل القديم. لان انت لو كنت عكست الهاء اس س لما هتتفاضل هتبقى هي نفسها، والسين لما هتتكامل هتبقى س تربيع على الاثنين. فلما تيجي تضربهم في بعض هيطلع تكامل جديد اسمه س تربيع على الاثنين في هاء اس س. يعني هي بدل ما كانت س في هاء اس س بقت س تربيع في هاء اس س. ده كده نيلت الدنيا اكتر. فبتوع الرياضه مش بتوع الرياضه بقى، العبد لله اخترع كلمه جميله خالص تعرفك ايه اللي انت هتكمله الاول لو ابتديت في المساله. الكلمه دي يا باشا انا شرحتها في فيديوهات الشرح، لو انت مش عارف ان في فيديوهات شرح، في فيديوهات شرح للتكامل كامل. قال لك يا سيدي التكامل ده بتاعت واحد صاحبنا، ماشي؟ بتاع واحد صاحبنا اسمه امجد. امجد ده يا باشا انا بفتكره كل ما انا يا عم الحاج بحل التكامل بالتجزيء. ايه يا عم امجد ده؟ قال لك الف دي يا باشا اختصار اسي، والميم دي يا باشا اختصار مثلثي، والجيم دي يا باشا اختصار جبري، والدال ده انا مزودها من عندي كده عشان اكمل الاسم يعني. حلو حلو. ايه ده؟ ده ترتيب الدوال اللي بتتكامل. يعني انت اول ما تشوف اسيه في المساله حطها خانه التكامل. ما تلاقيتش اسيه دور على المثلثيه، الجو الجتا والظو الحاجات الجميله اللطيفه بتاعتنا. ما تلاقيتش مثلثيه دور على الجبريه اللي هي س تربيع س تكعيب س اس 5. انت فاهم اللي انا بتكلم فيه؟ يبقى الترتيب بتاعنا اسيه مثلثيه جبريه. حلو حلو. طب افرض انا جبت لك مساله زي دي س تربيع في هاء اس س. ركز في اللي جاي. تقول لي حلو، احنا ناخد يا باشا ده اللي نفضلها وده اللي نكملها. انت قلت لي اول ما اشوف اسيه تبقى في خانه التكامل. طب والسين تربيع في خانه التفاضل. تمام؟ ده بيطبق على كل المنهج، ده بيطبق على كل المنهج بتاع التجزيء. يعني كل مسائل المنهج بتاع التجزيء هتلاقيها كده، ما عدا تقريبا سؤال واحد بالظبط في الامثال المحلوله بيبقى فيه تكامل حاصل ضرب 3 دوال. 3 دوال مش دلتين بس، لكن طول ما هم دلتين الاسيه يا باشا هي اللي بتتكامل على طول. حلو حلو. فانا لما اجي هفضل السين تربيع، السين تربيع مشتقتها 2 س. طب والهاء السين تكاملها هي نفسها. قال لك طب ما كده يا باشا الناتج هيطلع ايه؟ هيطلع ده في ده ناقص تكامل ده في ده. طب ما كده يا باشا التكامل الجديد هيطلع 2 س في هاء اس س. صح صح. وال2 س في هاء اس س ديت برضه بتتكامل بالتجزيء تاني. يعني انت هترجع تعمل خطوه التكامل بالتجزيء تاني. قال لك طب ما خلاص بص اقول لك حاجه، انسى الخطوه دي واشتغل يا باشا كام مره. يعني السين تربيع مشتقتها كام؟ 2 س. ال2 س مشتقتها كام؟ قال لك 2. طب لو السين تكاملها هي نفسها، ايه الحلاوه دي؟ طب ما انا طالما بقى اقدر اعمل كده، طب ما اكمل كمان مره. الاثنين مشتقتها بصفر، طب الهاء السين تكاملها هي نفسها. يعني اعمل ايه؟ يعني لما يجي لك مساله يا باشا تقدر الداله اللي معاك دي انهيها وصلها للصفر عشان خطوه التكامل الاخيره تنتهي، بس بشرط. ايه الشرط؟ الشرط حضرتك ان انت تعرف تكمل الداله الثانيه بنفس العدد اللي انت اشتقيته. يعني انت هنا اشتقيت 4 مرات اقدر اكمل هنا 4 مرات، او معلش اشتقيت هنا 3 مرات اكمل هنا 3 مرات. طب وكده الناتج يطلع ايه؟ الناتج يطلع ده في ده. طب وبعدين ده في ده. طب وبعدين ده في ده، واخر خطوه هي اللي فيها تكامل. طب والاشارات، اول اشاره دايما موجب، طب وبعد كده هتبقى سالب، طب وبعد كده موجب، طب وبعد كده يعني معنى كده ان انت كل مره بتعمل ايه؟ بتبدل. كده الناتج يطلع معانا، شوف كده كان الناتج يطلع معانا يا باشا س تربيع هاء اس س ناقص 2 س هاء اس س زائد 2 هاء اس س ناقص تكامل الصفر في اي حاجه بصفر. طب ايه هو تكامل الصفر ده؟ هو ايه الحاجه اللي مشتقتها بصفر؟ الثابت. معنى كده تكامل الصفر بثابت، او من الاخر شيل الصفر اصلا من الموضوع ده خالص فيتبقى لك ثابت. وكده يا باشا يبقى هو ده الناتج بتاعنا. بس كده بس كده. حلو الكلام حلو الكلام. طب يا سيدي ايه اللي ممكن يجي لي تاني في التكامل بالتجزيء؟ لا انا عايزك بقى تفهم الاول.
تفهم الاول اللي احنا الحته اللي احنا عملناها دي يا باشا. الحته اللي احنا عملناها دي بقى دلوقتي يا جدعان، هو ايه الفرق ما بين س تربيع في ه اس تكعيب ويا باشا س تكعيب في ه اس س تربيع؟ ايه الفرق ما بين الجملتين اللي قدامك دول؟ لو فهمت الفرق ما بين الجملتين دول كده انت قدرت تفهم الفرق ما بين التكامل بالتعويض والتكامل بالتجزيء، اقسم بالله. حلو. الفرق يا باشا ان هنا الاس ما هوش معادله من الدرجه الاولى. حلو. بس الاس س تكعيب، والس تكعيب ده اول حاجه افكر فيها ابص لمشتقته، مشتقته اسمها 3 س تربيع. هل ال 3 س تربيع موجوده في المساله؟ قال لك في س تربيع. انا اقدر اخليها 3 س تربيع؟ قال لك انا ممكن اضرب هنا في 3 وبره في ثلث. كده احنا يا باشا معانا داله اسيه والاس مشتقته موجود، الناتج بيطلع ايه؟ هي نفسها. يعني كان الناتج هيطلع اهو ه اس س تكعيب، بس اوعى تنسى الثلث اللي بره زائد الثابت، وكان المساله خلصت. وده تكامل بالتعويض. هنا بقى قال لك هنا لا، ده الاس هنا س تربيع، الس تربيع مشتقتها 2 س، وال2 س مش موجوده في المساله. طب يا عم الحاج احلها ازاي؟ قال لك خلاص يبقى ناخد يا باشا ده اللي فاضلها وده اللي كاملها. الغشيم هيقوم واخد يقول لي ده الاسات الكامل والس تكعيب تتفاضل. طب وبعدين اشتق بقى، س تكعيب مشتقتها س تربيع، بعد كده 6 س، بعد كده 6، بعد كده صفر. ماشي، يعني عملت ايه؟ وصلتها للصفر. طب ماشي، طب الهاء اس تربيع تكملها ايه؟ يقول لي هي نفسها. لا انت كده حمار. احنا اتفقنا ان مفيش داله اسيه تقدر تكملها والاس مش معادله من الدرجه الاولى الا لما يكون يا باشا مشتقه الاس جنبها زي ما انت شايف اهو. اهي انت لسه عاملها في اللي قبلها اهي. يعني انا دلوقتي اصلا ما اقدرش اكمل الهاء اس تربيع دي من الاساس الا لو مشتقتها موجوده في المساله. واحد يقول لي طب ما هي الس تربيع مشتقتها 2 س، يبقى عشان تتكامل لازم يكون جنبها 2 س. واحد يقول لي طب اعمل ايه؟ اظبطها الاول. اظبطها ازاي؟ بص كده، اجي يا باشا على الس تكعيب اخليها س تربيع واخد منها س في ه اس س تربيع. عشان اعمل ايه كمان؟ عشان اقوم ضارب اهو يا باشا في 2 وبره في النص، عشان ه اس تربيع مشتقتها 2 س. يعني لما تيجي تفاضل هتفاضل الس تربيع بس. طب لما تيجي تكمل الهاء اس تربيع بمشتقتها يا باشا اللي هي اسمها 2 س. طب حلو، تعالى نفاضل. س تربيع مشتقتها تقول لي 2 س، ه اس تربيع مشتقتها موجوده، يبقى الناتج يطلع هي نفسها. هل تقدر تكمل كمان مره؟ لا. شوف انت هنا قدرت تكمل عشان اعرف اكمل ه اس س، هنا بقى انا ما اقدرش اكمل ه اس تربيع فبقف يا باشا، فالناتج بيطلع ده في ده ناقص تكامل ده في ده. كده الناتج هيطلع معانا ايه؟ كده الناتج يا باشا بتاع المساله دي هيطلع معانا س تربيع في ه اس تربيع ناقص تكامل ده في ده اللي هو 2 س في ه اس س تربيع. هل التكامل ده بقى تعرف تكامله؟ لان دي داله اسيه ومعانا يا باشا الاس بتاعها مشتقته موجوده اهو، يطلع الناتج هي نفسها. يبقى س تربيع او س تربيع ناقص هي نفسها زائد الثابت، وكده المساله خلصت. من الحاجات المشهوره برضو جدا في التكامل بالتجزيء تكامل اللوغاريتم. اللوسن الاساس ها. واحد يقول له اللوسن الاساس ها، ما هي يا عم تكاملها 1 على س. لا 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 تهزر، ده الواحد على س هو اللي تكامل اللوسن الاساس ها. طب اللوسن الاساس ها تكامله ايه؟ قال لك انا ما اعرفلوش تكامل. طب امال اعرف له ايه؟ اعرف له تفاضل مشتق 1 على س، بس انا عايز اكمله. قال لك خلاص اعتبر يا باشا ان اللوسن الاساس دهوت مضروب في 1. طب وبعدين يا باشا؟ قال لك والله هناخد ده اللي نفاضلها وده اللي نكملها. واحد يقول لي بقى هنا بقى لا في اسيه، واحد يقول لي هنا بقى لا في اسيه ولا في مثلثيه ولا في يا باشا جبريه. هكمل انهي وافاضل انهي؟ افاضل اللوسن الاساسهاء واكمل الواحد، ولا اكمل الواحد وافاضل اللوسن الاساسهاء؟ واحد يقول لي تعالى كمل اللوسن الاساسهاء. يا عم ما تبقاش كده يا عم، ده هو انت اصلا ما تعرفش لها تكامل. ما انا لو كنت اعرف لها تكامل كنت كملتها على طول. فانت اكيد مليون في الميه اللوسن الاساسها يا باشا تتحط في خانه التفاضل، لان انا اصلا ما اعرفلهاش غير التفاضل. طب والواحد هنكمله يا باشا. اللوسن الاساسها مشتقتها قال لك 1 على س. طب الواحد تكامله بس. طب كان الناتج هيطلع ايه؟ كان الناتج هيطلع يا باشا ده في ده ناقص تكامل ده في ده. طلع كان الناتج اهو يا باشا، يلا شوف كان الناتج. الناتج هيطلع ده في ده، يبقى دي س لوسين الاساسها ناقص تكامل ده في ده 1 على س في س بواحد يا باشا. ايه ده؟ طب ما انا كده يا باشا الواحد ده كامله بس، يعني كام مساله بقت اسمها س لوسين الاساسها ناقص س زائد الثابت، وكده المساله يا باشا يبقى بالنسبه لي خلصت. وكده انت فهمت التكامل بالتعويض والتكامل بالتجزيء. نقفلهم بقى على بعض بتكامل الدوال المثلثيه. يلا بينا تكامل الدوال المثلثيه. احنا يا سيدي عارفين ان التكامل عكس التفاضل، فده الداله وهي تكاملها. فاحنا هنفتكر ان الجتا كان مشتقتها سالب ج،
يبقى اكيد الجا تكاملها بسالب جتا. حلو حلو. طب الجا كان مشتقتها بجتا، يبقى الجتا تكاملها يا باشا بجا. حلو حلو. الظا كان مشتقتها ق تربيع، فالق تربيع يا باشا تكاملها بظا. الزتا كان مشتقتها سالب ق تربيع، يبقى الق تربيع تكاملها بسالب زتا. القا كان مشتقتها ق ظا، يبقى القا في الظا تكاملها بقا. طب القتا كان مشتقتها سالب قتا زتا، يبقى القتا في الزتا تكاملها يا باشا بسالب قتا. تلاحظ في التكامل ان الحاجه اللي طالعه من التكامل فيها تاء هتلاقي قدامها سالب عشان ما تنساش. بس في شرط اساسي. الشرط الاساسي ان يا باشا احنا عارفين ان دي داله مثلثيه لازم يكون جواها زاويه، قال لك الزاويه لازم تكون يا باشا معادله من الدرجه الاولى. برضه قال لك عشان تكامل قال لك يا باشا بتبقى سالب جتا نفس الزاويه وبنقسم على معامل السي. طب جتا اي حاجه، قال لك جتا اي زاويه تبقى جا نفس الزاويه وبنقسم على معامل السي. ق تربيع اي زاويه تبقى ظا نفس الزاويه وهنقسم على معامل السي. ق تربيع اي زاويه تبقى سالب زتا نفس الزاويه وهنقسم على معامل السي. طب ق اي زاويه من الدرجه الاولى بتبقى يا باشا ق نفس الزاويه وبنقسم على معامل السين. نفس الكلام يا باشا في القتا بتبقى نفس الزاويه ونقسم على معامل السي. حلو حلو. مشكلتنا فين بقى؟ مشكلتنا حضرتك اول حاجه ان الجدول ده ناقص. يعني ايه ناقص؟ يعني حضرتك دلوقتي لو جيت تبص للجدول ده هتلاقي ان الجدول ده يا جماعه متقسم 3 خانات. ايه هم ال3 خانات يا باشا؟ بص كده. خانه يا باشا فيها الجا والجتا بس من الدوله الاصليه، واصلا الدوله الاصليه فيهم جا وجتا وظا وزتا. وخانه ثانيه فيها يا باشا دالتين بس متربعين اللي هم ق تربيع وق تربيع. طب ما في جا تربيع وجا تربيع وظا تربيع وظا تربيع، راحوا فين دول؟ طب يا باشا كمان في خانه ثانيه فيها ق في ظا وق في زتا. طب ما ينفعش مثلا جا في جتا ظا في زتا ق في قتا اي حاجه مثلا من الحاجات دي؟ قال لك عايزين نفهم، فانت لازم تقفل لي الجدول ده الاول قبل ما نبدا نتكلم. فتعالى يا باشا اول خانه انت عندك هنا في الجدول تكامل الجا والجتا. تعال بقى نشوف الظا والزتا والقا والقتا. قال لك يا باشا تكامل الظا يا باشا عشان تكملها قال لك يا باشا بنفكها. يعني ايه بنفكها؟ يعني يا باشا بنخليها جا س على جتا س. واحد يقول لي طب ما انت كده حولتها لاسم وانا اصلا ما عنديش تكامل اسم. بس لازم تاخد بالك من حاجه، ان حضرتك الجتا مشتقتها سالب جا، فانا هضرب فوق في سالب وبره في سالب. كده انت ايه اللي حصل؟ كده بقى البسط مشتقة المقام، وطالما البسط بقى مشتقة المقام الناتج هيطلع معانا السالب اللي بره في له مقياس المقام الاساس ها زائد يا باشا الثابت. حلو. ده ايه؟ ده تكامل الظا اللي نفسه بالظبط يا عم الحاج تكامل الزتا. تعالى يا سيدي الزتا يا سيدي بقى هنعملها ازاي؟ قال لك لو فهمت دي هتفهم دي في ثانيه، لان الزتا اصلا بتفكها جت على جا، وهنا بقى مش محتاجين نضرب في سالب لان الجا مشتقتها جتا، يعني البسط مشتقه المقام، ولما يكون البسط مشتقه المقام الناتج يطلع له مقياس المقام. حلو حلو. طب يا عم الحاج لو عايزين نجيب تكامل القا، هنا بقى القا هتختلف شويه. ليه؟ لان القا اصلا بواحد على جتا وكده البسط ما هوش مشتقه المقام. طب ما انا هعمل ايه؟ قال لك القا دي يا باشا عشان نكملها قال لك بنضربها في قوس ونقسمها على نفس القوس عشان برضو نخلي البسط مشتقة المقام. ايه يا عم بقى؟ قال لك بنضربها في ق زائد ظا على ق زائد ظا. طب ما تيجي كده يا باشا نضرب. تعال نضرب ق في ق ده ق تربيع زائد ق في ظا على ايه بقى يا باشا؟ على ق زائد ظا. تعالى كده بقى يا معلم اشتق كده. القاء اصلا مشتقتها ق ظا، طب والظا مشتقتها ق تربيع، يعني معنى كده ان البسط مشتقة المقام، وطالما البسط مشتقة المقام الناتج هيطلع له مقياس المقام للاساس ها زائد يا باشا الثابت. نفس الفكره بالظبط القتا. قال لك يا باشا القتا س، قال لك عشان نكملها قال لك بنضربها في قتا زائد زتا على قتا زائد زتا. طب يا عم الحاج هنعمل ايه بقى ساعتها؟ اضرب البسط هتلاقي قتا في قتا بقتا تربيع، قتا في زتا بقتا زتا. طب والمقام؟ قال لك المقام فيه يا باشا قتا زائد زتا. تلاحظ حاجه بقى جميله، هتلاحظ ان القتا مشتقتها سالب قتا زتا والزتا مشتقتها سالب قتا تربيع، فهتقوم ضارب نهوت يا باشا في سالب في البسط وفي سالب بره. كده البسط مشتقة المقام، فالناتج هيطلع سالب اللي بره ديت في له مقياس المقام للاساس هاء زائد يا باشا الثابت، ما تنساهوش.
وكده انت خلصت اول خانه اللي هم الجا والجتا والظا والظتا والقا والقتا، لازم تبقى عارفهم وحافظهم صم. حلو حلو. خش على الخانه الثانيه، القا تربيع والقا تربيع. عايزين يا باشا نكملهم. القا تربيع والقا تربيع ناقصهم الجا تربيع اول واحده، والجا تربيع ديت بنحط مكانها قانون نستنتجه من قانون ضعف الزاويه اسمه نص ناقص نص جتا ضعف الزاويه. واحد يقول لي بعدين انت كده شلت الجتا تربيع حاطط مكانها جتا. ايوه بس الجتا لها تكامل. يعني ايه ده؟ يعني اقدر اكمل عادي؟ يا عم خلاص خلص الموضوع كده. كامل يا باشا. ادي النص تكامل نص س ناقص نص، والجتا تكاملها جا 2 س، بس بنقسم على معامل السين، يعني بقسم على 2 2 في 2 ب4 زائد الثابت. ايه اللي شبهها بالظبط يا باشا؟ الجتا تربيع س. الجتا تربيع س بنحط مكانها نص زائد نص جتا ضعف الزاويه، وبعد كده ابدا كامل عادي. فالنص تكامله نص س زائد نص الجتا تكاملها جا 2 س، وهنقسم على معامل السين زائد الثابت. بعد كده يا باشا عندنا تكامل الظا تربيع. الظا تربيع ملهاش تكامل، بس اقدر اشيلها واحط مكانها قا تربيع ناقص واحد. واحد يقول لي انت كده شلت الظا تربيع حطيت مكانها قا تربيع، انت كده ما عملتش حاجه. لا عملت. ليه يا باشا؟ لان القا تربيع لها تكامل. القا تربيع يا باشا تكاملها بظا. قال لك خلاص يبقى دي ظا س، والواحد ده تكامله بس زائد الثابت. طب يا باشا الظا تربيع، قال لك اهو الظا تربيع س. الظا تربيع س يا باشا، قال لك عشان نكملها، قال لك والله بنحط مكانها قا تربيع ناقص واحد، والقا تربيع تكاملها بسالب زتا، والواحد ده تكامله بس زائد الثابت. حلو حلو. طب يا عم الحاج بقى كده انت يا باشا خلصت تاني خانه. يبقى انا كده يا سيدي دلوقتي خلصت الخانه بتاعت الدوال الاصليه والخانه بتاعت الدوال المتربعه. طب الخانه بتاعت حصل ضرب بقى، قال لك الخانه بتاعت حصل ضرب انا ما عنديش ضرب يا باشا في دوال مثلثيه غير قفزه وغير قفزه بس. اي حاجه ثانيه هتلاقيها عباره عن داله ومشتقتها او لهم قانون. يعني مثلا لو جيت قلت لك مثلا تكامل جا اس 5 س في جتا س بالنسبه لس، تلاحظ ايه؟ تلاحظ يا باشا ان الجا لها اس، والاس على الجا اكنك بالظبط بتعمله يا باشا على القوس كله. كده المساله اتحولت يا باشا من تكامل دوال مثلثيه لتكامل بالتعويض. ليه بقى؟ لان اصلا الجا مشتقتها جتا، يعني اللي بره دوت مشتقه اللي جوه القوس. ولما يكون عندك يا باشا اللي بره مشتقه اللي جوه القوس، قال لك بنكتب نفس القوس وبنزود على الاس واحد ونقسم على الاس الجديد زائد الثابت. حلو حلو. طب لو قلت لك مثلا يا باشا شوف المساله اللي جايه دي الجميله دي، ق اس 5 س في ظا س. واحد يقول لي بقى دي مش جايه بقى. ليه بقى؟ لان يا باشا انت لو خليت ق اس 5 يا باشا اهو القا مشتقتها من ظا، ده القا مشتقتها ق في ظا. طب ما انت روق عليها، انت روق عليها ازاي؟ يعني خليها انت كده، بص خليها ق س اس 4 وشيل منها واحده ق تتضرب في الظا. شفت اللعبه الحلوه؟ ليه بقى يا باشا؟ عشان تبقى القا في الظا مشتقه اللي جوه يا باشا. حلو. وطالما اللي بره مشتقه اللي جوه، ساعتها يا باشا بيطلع نفس القوس ونزود على الاس واحد ونقسم على الاس الجديد زائد الثابت. طب انت قلت لي ان في ملحوظه في التكامل بالتعويض، انت ما قلتهاش ليه؟ اهي يا باشا الملحوظه الخامسه. الملحوظه الخامسه لو عندنا تكامل جا س تكعيب زائد 4 ومضروبه مثلا في بره في 3 س تربيع، او خليها يا باشا مضروبه بره في س تربيع بالنسبه لس. هتقول له والله دلوقتي مشكله كبيره قوي ان الزاويه اللي هنا ما هياش معادله من الدرجه الاولى. هنعمل ايه؟ نفرضها على طول. تعالى كده نفرضها ونشوف اللي يطلع. هنفرض ان ع بتساوي س تكعيب زائد 4 وهشتق على طول. يعني هقول له ان ده العين بتساوي 3 س تربيع ده لس. واحد يقول لي ليه؟ لان اصلا الس تربيع ده لس موجود، بس واحد يقول لي 3 مش موجود. طب ما عادي دي اضرب في 3 وبره في ثلث. كده الثلث اللي بره يفضل زي ما هو، وال3 س تربيع في ده لس انا هشيلهم واحط مكانهم ده العين، واللي جوه ده كله انا سميته بعين. طب ما كده التكامل سهل قوي. هنعمل ايه؟ هنكمل على طول. ادي ثلث الجا تكاملها سالب جتا عين زائد الثابت، وبعد كده ترجع العين يا باشا زي ما انت كنت فارضها اهي، فتطلع سالب ثلث جتا س تكعيب زائد 4. ايه ده بقى اللي حصل ده بقى؟ قال لك والله لما كان معانا اهو تكامل داله مثلثيه اهو وجواها زاويه مش معادله من الدرجه الاولى، بس اللي بره مشتقه الزاويه، الناتج طلع يا باشا تكامل الداله المثلثيه وبنفس الزاويه. بنكمل الداله المثلثيه ونحط نفس الزاويه زائد الثابت، وكده المساله تبقى خلصت. حلو حلو. ده اللي انت محتاج تعرفه يا باشا عن تكامل الدوال المثلثيه. خلي بال حضرتك، انا بفكرك بمنهج على السريع. لو انت في اي جزئيه زي ما قلت لحضرتك محتاج ان انت تظبطها قوي، هتلاقي فيديو لوحدها
على طول خش على البلاي ليست بتاع التكامل، هتلاقي الفيديو يا باشا مشروح بالتفصيل الممل بالافكار كلها بتاعت الدرس لو انت محتاج درس بعينه. حلو الكلام؟ حلو الكلام. نكمل شغلنا، يلا بينا. بعد كده حضرتك بقى عندنا حاجه لذيذه قوي اسمها ايه يا سيدي؟ اسمها تطبيقات التكامل. تطبيقات التكامل دي يا باشا ان الراجل بدل ما كان بيدي لك معادله منحنى ويطلب منك المشتقه الاولى او الثانيه او الثالثه او الرابعه وهكذا، بقى بيعكس، بقى بيديك المشتقات ويقول لك هات لي يا باشا المعادله الاصليه اصلا بتاعه المنحنى. اديني مثال. اقول لك مثال. انت دلوقتي عارف بس قبل ما نبدا ان دلوقتي لو انا معايا الداله الاصليه وطلبت منك المشتقه الاولى فانت هتجيب الصاد شرطه هتشتق. طلبت منك المشتقه الثانيه هتشتق كم مره؟ فانت كده شغال اشتقاق، صح؟ ايه بقى العكس بتاع الاشتقاق؟ قال لك والله تكامل. يعني انا لو معايا دلوقتي المشتقه الثانيه وعايز ارجع المشتقه الاولى، او المشتقه الاولى وعايز ارجع للداله الاصليه، فانا هكامل دي وهكامل دي، صح؟ صح. تكامل هنا وتكامل هنا. جميل الكلام، جميل الكلام. بس في خطوات. مثال بسيط خالص، لو انا جيت قلت لك ايه؟ اذا كان ميل المماس لمنحنى مثلا، بيقول لك ايه؟ ميل المماس لمنحنى يا عم الحاج بيعتبر العلاقه 2 س ناقص 3. حلو حلو. بيقول لك اوجد معادله المنحنى علما بانه يمر بالنقطه، علما بانه يمر بالنقطه كام يا عم الحاج بقى؟ قال لك مثلا اي حاجه، خد مثلا 1 و2. حلوه 1 و2. جميل جميل. يلا يا باشا. فانت اول خطوه تفهم السؤال. ميل المماس ده يا معلم اللي هو ايه؟ اللي هو المشتقه الاولى، اللي هو المفروض الضال ص على الدال س بتساوي يا عم الحاج بتساوي 2 س ناقص 3. جميل جميل. اول خطوه بنعملها في الحل، بنعمل حاجه اسمها فصل المتغيرات. يعني ايه فصل المتغيرات؟ يعني بخلي الصادات مع الدال ص والسينات مع الدال س. طب هنا فين صادات؟ لا، خلي بس دي مع دي. يعني يا عم الحاج ايه؟ هضرب طرفين وسطين، فيبقى الدال ص بتساوي 2 س ناقص 3 بس مضروبه هنا في دال س. وبعد كده نعمل ايه؟ قال لك يا باشا الخطوه اللي بعدها بنكامل الطرفين. بكامل الطرف ده وكامل الطرف ده. واحد يقول لي هو فينا حاجه؟ قال لك لا مفيش حاجه. قال لك لا يا باشا في حاجه، في واحد، والواحد ده انا بكامله بالنسبه لصاد. فلما اكمل بالنسبه لصاد قال لك الواحد ده تكامله يبقى صاد. طب الاثنين س تكاملها؟ قال لك 2 س تربيع على الاثنين. طب و3 تكاملها 3 س، وما تنساش تحط ثابت. واحد يقول لي هو انت حطيت ثابت واحد ليه؟ هو انت مش المفروض كملت هنا وكملت هنا يبقى فينا ثابت وهنا فينا ثابت؟ بقى بالعقل كده. لو مثلا طلع ان الثابت هنا ب5 وطلع الناتج هنا ب7، انت هتعمل ايه في الاخر؟ هتودي ال5 هنا الناحيه الثانيه فتبقى 7 ناقص 5 ب2، فكده طلع لك كام رقم؟ رقم واحد. يعني انت من الاخر لما بتطلع ثابت هنا وبتطلع ثابت هنا بتجمعهم في الاخر فبيطلع معاك ثابت واحد، رقم واحد من الاخر. طب يا عم الحاج الثابت ده بقى نجيبه ازاي؟ قال لك الراجل بيديك معطى. بيدي لك معطى اهو، يقول لك يا عم الحاج المنحنى اللي معاك ده اهو يمر بالنقطه 1 و2. يعني يا باشا لما تسيب بواحد الصاد ب2، ده ليه؟ ده عشان يا باشا نعوض ونجيب الثابت ده. فالاثنين طبعا هتروح مع الاثنين دي ونبدا نعوض. ماشي؟ يبقى الخطوه الثالثه يا عم الحاج نعوض بالنقطه. ليه يا عم الحاج بقى؟ لايجاد الثابت. ماشي يلا يا عم. حط الصاد ب2 فانا هحط الصاد ب2. حط س بواحد فيبقى 1 ناقص 3 زائد الثابت. 1 ناقص 3 بسالب 2 واديها الناحيه الثانيه يبقى الثابت ده يا باشا ب4. اكتب بقى المعادله ثاني. يبقى المعادله اسمها ص بتساوي س تربيع ناقص 3 س زائد 4، وهي دي يا باشا معادله المنحنى. جميل جميل. هنا بقى ايه الشغل الاكبر؟ الشغل الاكبر ان الراجل بدل ما يدي لك مثلا المشتقه الاولى يديك المشتقه الثانيه. يعني يقول لك ايه؟ يقول لك يا باشا اذا علم ان المشتقه الثانيه لاي معادله اي حاجه، يقول لك مثلا يا عم الحاج 3 س تربيع ناقص 4 س زائد مثلا 2. حلو حلو. فانت هنا لو الراجل يديك المشتقه الثانيه انت المفروض تبقى فاهم ان انت دلوقتي هتكمل مرتين عشان توصل لمعادله المنحنى. فعشان اكمل مرتين انا وانا بكمل اول مره هيطلع معايا ثابت، ولما اكمل كمان مره هيطلع معايا كمان ثابت، فانا عشان اجيب الثابتين لازم يكون معايا معطيين. فهنعمل ايه بقى؟ قال لك والله الراجل لازم يديني معطيين، فبيقول لك مثلا ايه؟ اوجد معادله المنحنى علما بان النقطه مثلا قول يا سيدي 2 و3 اهو اي حاجه نقطه حركه. طب يا باشا هو النقطه حركه ديت فيها كام استفاده؟ قال لك استفادتين. ايه هم الاستفادتين؟ ان هي اول حاجه بتحقق المعادله الاصليه، تاني حاجه المشتقه الاولى عندها بصفر. طب دول كده هيجيبوا لي الثابتين؟ فعلا. تعال نجرب.
المشتقه الثانيه يا باشا انت لما هتكملها مره هتطلع لك المشتقه الاولى. يعني المشتقه الاولى بتساوي تكامل 3 س تربيع ناقص 4 س زائد 2 بالنسبه لس. كامل بقى، فيبقى السطر شرطه بتساوي تكامل دي هيبقى 3 س تكعيب على 3، كامل دي يبقى 4 س تربيع على 2، كامل دي يبقى 2 س زائد الثابت الاولاني، وهنختصر دي تروح مع بعض ودي مع بعض في الاثنين، فيبقى المشتقه الاولى فيها س تكعيب ناقص 2 س تربيع زائد 2 س زائد الثابت الاولاني. طب وبعدين تقول لي يا باشا والله المفروض ان النقطه دي بتخلي المشتقه الاولى بصفر، يعني لو عوضت مكان السين ب 2 المفروض المشتقه الاولى تطلع بصفر. طب ما تيجي نجرب، حط المشتقه الاولى بصفر، عوض مكان السين ب 2 هيبقى دي 8 ناقص 8 زائد 4 زائد الثابت الاولاني يروحوا مع بعض، اذا الثابت الاولاني يا باشا بسالب 4. اذا دلوقتي المعادله اصبحت ان انت معاك د ص على د س بتساوي س تكعيب ناقص 2 س تربيع زائد 2 س ناقص 4. افصل المتغيرات بقى، جيب الد س هنا ويا باشا كمل بقى اللي احنا قلناه، هنكامل الطرفين. فلما نكمل الطرفين هنا مفيش حاجه، لا هنا في واحد، الواحد تكامله بصاد. س تكعيب قال لك يا باشا بربع س اس 4 ديت ب 2 س تكعيب على 3، ال 2 س 2 س تربيع على 2 يعني س تربيع ناقص 4 س زائد الثابت الثاني. الثابت الثاني يطلع ازاي؟ انك تعوض مكان يا باشا الس ب 2 ومكان الصاد ب 3 اهو. يلا نعوض، حط الصاد ب 3 حط الس ب 2 2 اس 4 ب 16 على 4 فال 4 ناقص حط الس ب 2 2 اس 3 8 في 2 ب 16 على 3 حط الس ب 2 يبقى 4 حط الس ب 2 يبقى دي ب 8 زائد يا باشا الثابت الثاني، وكده اقدر اطلع الثابت الثاني. ما هو 4 و4 بعد كده 8 ناقص 8 يروحوا مع بعض، ودي الناحيه الثانيه 3 زائد 16 على 3 يطلع 25 على 3، يبقى هو ده الثابت الثاني. ارجع حطه يا معلم، يبقى المعادله اسمها ص بتساوي ربع س اس 4 ناقص 2 على 3 س تكعيب زائد س تربيع ناقص 4 س زائد 25 على 3، وكده المعادله بقت معانا. طالما انت فهمت بقى الموضوع، الراجل هنا يا عم الحاج ممكن يلعب معاك لعبه يعني مش لذيذه، اللي هو ايه؟ ان هو يدخل التفاضل في التكامل. ده ممكن جدا. ان هو الراجل يعمل ايه؟ يقول لحضرتك مثلا كده، يقول لك ايه؟ يقول لك اذا علم ان ص شرطه بتساوي دي المشتقه ايه؟ المشتقه الاولى س تربيع ناقص 2 س ناقص 3. حلو. ويقول لك يا باشا اوجد معادله المنحنى. اوجد ايه؟ معادله المنحنى، علما بان القيمه العظمى المحليه تساوي 10. القيمه العظمى المحليه تساوي 10. هي القيمه العظمى المحليه دي اللي ايه؟ اللي هي قيمه الصاد بتاعه النقطه العظمى المحليه. طب اصلا فين السين بتاع العظمى المحليه؟ قلت له والله العظمى المحليه بتطلع منين؟ من المشتقه الاولى. طب ما هي دي المشتقه الاولى. افتكر بقى يا باشا احنا كنا بنعمل عشان نطلع العظمى المحليه. قال لك احنا هناخد الداله دي س تربيع ناقص 2 س ناقص 3 نساويها بالصفر ونحلل او بالاله الحاسبه س وس 1 و3 سالب وموجب، يبقى يا اما س بسالب 1 يا اما س بتساوي 3، ونعمل يا باشا بحث اشاره. بحث اشاره ازاي؟ اهو ادي يا باشا الس بتساوي سالب 1 وده الس بتساوي 3 واشاره الس تربيع موجبه، اذا يا باشا خارج مثل وداخل عكس، يبقى ده اللي بيحصل لها الداله هنا يا باشا تزايديه تناقصيه تزايديه، يبقى دي نقطه عظمى محليه ودي نقطه صغرى محليه. يعني عند الس بسالب 1 في قيمه عظمى محليه، قيمتها بقى بكام؟ ب 10. يعني النقطه يا باشا اسمها سالب 1 و10. كده انت كونت النقطه اللي انت هتقدر تجيب منها الثابت، وانت ما كنتش هتقدر تجيب الثابت الا عن انت يا باشا عن طريق ان انت تجيب اول حاجه السين بتاع العظمى المحليه ومعاك الصاد بتاع العظمى المحليه، كده بقى معاك النقطه كامله. كده ابدا شغل بقى العادي اللي هو ايه؟ الصاد شرط دي اسمها د ص على د س، فهقول له ان الد ص بتساوي س تربيع ناقص 2 س ناقص 3 وافصل المتغيرات، وبعدين يا باشا قال لك هنكامل الطرفين. يلا واحد تكامله هتقول لي بصاد، دي تكاملها س تكعب على 3 ناقص 2 س تربيع على 2 ناقص 3 س زائد الثابت. هتجيب بقى الثابت ازاي؟ انك تحط الس بسالب 1 وحط الصاد ب 10. فلما احط يا باشا الصاد ب 10 ادي 10، حط الس بسالب 1 يبقى سالب ثلث، حط الس بسالب 1 يبقى ده سالب 1، حط الس بسالب 1 يبقى موجب 3 زائد يا باشا الثابت. حلو 3 ناقص 1 ادي كده 2 ناقص ثلث يبقى 1 وثلثين، 1 وثلثين ده يعني 5 على 3، وده الناحيه الثانيه يبقى اذا الثابت هيساوي 10 ناقص 5 على 3. حلو 10 ناقص 5 على 3 هيطلع كام يا باشا؟ هيطلع معانا 25 على 3. برضه صدفه يا عم مش مشكله يا عم. تمام الكلام. جبنا الثابت، عوض بقى يا باشا، يبقى المعادله اسمها
ص بتساوي تلت س تكعيب ناقص س تربيع ناقص 3 س زائد 25 على 3. ايه المفاجاه بقى؟ ان ممكن الراجل في نفس المساله ديت يجي يقول لك ثم اوجد القيمه الصغرى المحليه. تقول لي ما انا جبت الصوره المحليه بثلاثه. لا يا باشا، دي قيمه السين، انا عايز يا باشا قيمه الصوره المحليه، والقيمه الصوره المحليه دي هي قيمه الصاد. تقوم تعمل ايه؟ معوض بالثلاثه هنا. تقول له يا باشا اهو لايجاد القيمه الصوره المحليه هنعمل ايه يا باشا بقى؟ هنضع السين يا باشا بثلاثه. حط السين بثلاثه. تعالى كده نطلع الناتج. ادي ص بتساوي، حط لنا 3 اس 3 يا باشا ب 27 على 3 فيها 9 ناقص 9 ناقص 9 زائد 25 على 3. فاللي هيحصل دول هيروحوا مع بعض. حلو كده؟ حلو جدا جدا جدا. ماشي. يطلع الناتج هنا في الاخر كام؟ يطلع الناتج هنا في الاخر سالب 2 على 3. يبقى اذا عند السين اللي بثلاثه في قيمه قبلها اسمها سالب 2 على 3. دي ايه دي يا باشا؟ دي النقطه الصغرى المحليه. طب فين القيمه الصغرى المحليه؟ اللي هي سالب 2 على 3. شفت المفاجاه كده؟ احنا يا باشا عملنا ايه؟ دخلنا حته تفاضل مع حته تكامل، قفلنا لك الموضوع كده يا باشا مع بعضه. حلو الكلام؟ حلو الكلام. كده يا باشا قفلنا الجزئيه الاولانيه اللي تهمني قوي في التكامل. كده انا بقيت فاهم تكامل، وفاهم يعني ايه طرق التكامل، وفاهم اكامل ازاي، سواء داله مثلثيه سواء اي داله ثانيه، مفيش اي مشكله بالنسبه لي. حته بس يا عم الحاج قبل ما انقل بقى الموضوع تاني، ماشي، حته ازاي ندخل الدوال المثلثيه في التكامل بالتجزيء، وده عليهم يا سيدي مسالتين مهمين قوي. تعال نقولهم، يلا بينا. ايه السؤال يا سيدي؟ مثلا لو جالنا سؤال عادي خالص، قلت لحضرتك مثلا س تكعيب في ج س بالنسبه لس. سؤال زي ده طبعا تكامل بالتجزيء. يعني دالتين حصل ضرب ومفيش واحده فيهم مشتقه الثانيه ومفيش واحده فيهم عامله لنا ازمه. فانت يا سيدي حضرتك هتعمل ايه؟ هتاخد داله تفاضلها زي ما اتفقنا وداله نكملها. مين اللي هتتفاضل على طول؟ الس تكعيب. مين اللي هتكمل؟ الج س يا باشا، ونبدا نشتغل شغلنا عادي. الس تكعيب مشتقتها 3 س تربيع، 3 س تربيع مشتقتها 6 س، وبعد كده 6 س مشتقتها 6، وبعد كده 6 مشتقتها بصفر، وانا نهيتها عشان اقدر اكامل الج س بنفس العدد. يعني الج تكاملها يا باشا بسالب جتا، بعد كده السالب جتا تكاملها ادي سالب ج، بعد كده هتبقى موجب جتا، بعد كده يا باشا موجب ج. حلو الكلام كده؟ حلو الكلام. طب الناتج هيطلع ازاي؟ هيطلع ده واخر خطوه التكامل. طب الاشارات موجب سالب موجب سالب موجب التكامل. يعني مثلا مساله زي دي الناتج بتاعها يا سيدي هيبقى عباره عن اول حاجه سالب س تكعيب جتا س. طب وبعدين يا باشا قال لك سالب في سالب يبقى موجب 3 س تربيع ج س، بعد كده موجب 6 س جتا س، بعد كده سالب 6 ج س، وخلاص تكامل الصفر يا باشا مفيش، يبقى الناس ثابت. تمام الكلام؟ ده ازاي ندخل الدوال المثلثيه مع التكامل بالتجزيء. في بقى حته حلوه قوي 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 قوي، اللي هو لو انا جبت لك مثلا ه اس س في جتا س. حلو. مساله دي لو جات لك في الامتحان وانت ما تعرفهاش، يعني اضمن لك ان 100% ان انت مش هتعرف تحلها حرفيا. يعني ليه بقى يا باشا؟ لان الداله دي هم حصل ضرب دالتين، وانت لو اخدت يا باشا داله تفاضلها وداله تكاملها، فانت لو اتفقنا ان الاسيه على طول بتتكامل والجتا بتتفاضل، تيجي تشوف الجتا مشتقتها بجا، والجا بعد كده جتا، بعد كده جا، بعد كده جتا، بعد كده جا، بالاشارات طبعا انت فاهمني. بس اللي اقصده ايه؟ ان هي هتفضل تدي لك جتا جا جتا جا جتا جا وهكذا. طب والهاء اس س مهما انت يا باشا كملتها تفضل هاء اس س، يعني دايما هيبقى التكامل الجديد زي التكامل القديم، فانت كده ما غيرتش حاجه. طب يا عم الحاج هنعمل ايه بقى؟ قال لك بص يا باشا، في المساله دي اللي هم الدالتين ما بينتهوش، بتعمل ايه؟ قال لك بتعمل خطوه التكامل بالتجزيء مرتين بس. يعني الجتا بشتقها يا باشا بتبقى سالب ج، بعد كده كمان مره ادي السالب والج مشتقتها جتا. طب الهاء اس س تكاملها هاء اس س يبقى مرتين بس، وهقول له الناتج هيطلع ده في ده، واخر خطوه يا باشا فيها تكامل ادي موجب سالب موجب التكامل. تعال بقى نطلع الناتج، يلا يا باشا. تكامل هاء اس س جتا س هيساوي ايه؟ قال لك بص، ده في ده يبقى هاء اس س جتا س، ناقص ده في ده، ناقص في ناقص يبقى موجب هاء اس س جا س، زائد في سالب يبقى ناقص تكامل هاء اس س جتا س. هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان التكامل الجديد هو نفسه التكامل الاصل بتاع المساله،
وده اللي احنا عايزين نعمله اصلا، ان احنا لما انت هتكمل مرتين هيطلع نفس التكامل بالظبط اللي هو الاصل بتاع المساله. فهتعمل ايه؟ هتوديه الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يعني ده سالب هيروح بالموجب، يعني التكامل زائد نفس التكامل هيديني 2 التكامل. ايه ده؟ طب وبعد كده هيتبقى لك هنا ه اس س ج س زائد ه اس س ج س. طب وبعد كده يا باشا انا عايز التكامل، اقسم على 2، اقسم على 2، وكده يا باشا يبقى تكامل ه اس س ج س بالنسبه لس بتساوي نص ه اس س ج س زائد ه اس س ج س، وما تنساش تحط له الثابت عشان الراجل ما يزعلش منك في المساله. حلو ده يا سيدي حتتين كده على السريع يا عم الحاج في التكامل بالتجزيء لما نحط فيه دوال مثلثيه. كده احنا وصلنا بقى يا عم الحاج للتكامل المحدود. تيجي نفهم يعني ايه تكامل محدود؟ يلا بينا. احنا دلوقتي لو انا جايب لحضرتك منحنى داله بالمنظر ده، قلت لك مثلا منحنى الداله ده يا باشا، وقلت لحضرتك انا عايز يا جماعه اجيب المساحه اللي تحت المنحنى ده. واحد يقول لي ايه ده؟ هي المساحه بتاعت المنحنى دي يا عم الحاج عباره عن ايه؟ عباره عن نص دايره ولا شكل بيضاوي ولا كذا؟ حتى لو انا مدي لك حاجه بسيطه خالص مثلا داله زي دي كده، وقلت لحضرتك يا عم الحاج انا عايز مساحه الجزء ده. فلما تلاقينا ان الشكل اللي معانا غير منتظم، يعني شكل انا ما اعرفش اجيب له مساحه، يعني يا عم الحاج ما هوش مستطيل، ما هوش دايره، ما هوش مربع، ما هوش حاجه منتظمه بالنسبه لي، الناس بتوع الرياضه اخترعوا التكامل. ايه ده؟ يعني التكامل هو اللي بيجيب لي الكلام ده؟ ازاي بقى؟ ان هم بداوا يا باشا ياخدوا شرايح بالنسبه لي مستطيلات كده، وبداوا يا عم الحاج يجمعوا الشرايح دي كده مع بعضها، تمام؟ تجميع الشرايح ديت سموه سيجما المساحات. وبدل ما الكلام يبقى ملعبك كده قال لك خلاص احنا هنسمي سيجما المساحات ده يا باشا تكامل. يعني يا عم الحاج التكامل ده اصلا عباره عن التكامل هو تجميع مساحات تحت منحنى داله معينه. ماشي؟ هو عباره عن تجميع شويه مساحات. فطبعا المساحه اكيد مليون في الميه لها بدايه، واكيد يا باشا لها نهايه. اكيد مليون في الميه لها بدايه ولها نهايه، مستحيل مثلا تكون راحه للما لا نهايه. مش هتقعد انت يا معلم تجمع من هنا للما لا نهايه او من هنا للسالب ما لا نهايه، اكيد لها بدايه ولها نهايه. فقال لك خلاص تعالى نسمي التكامل ده تكامل محدود، ونحط يا باشا رقم هنا ورقم هنا. الرقمين دول قال لك سميناهم حدود التكامل، اللي هم بالنسبه لي حدود المساحه. يعني المساحه لها بدايه ولها نهايه، اللي هم يا سيدي بالنسبه لي هنقول عليهم بدايه التكامل ونهايه التكامل. طب دول يا عم الحاج بيفيدوني في ايه؟ قال لك والله يا باشا المساله بتجي لك عامله ازاي؟ بيجي يقول لك مثلا كده تكامل عادي خالص، ادي التكامل المحدود اهو يا باشا، التكامل المحدود او التكامل المحدد. يقول لك انا عايز اكامل مثلا 3 س تربيع ناقص 2 س زائد 5 بالنسبه لس من 1 ل 2. انا عايزك تفهم السؤال ده معناه ايه؟ السؤال ده معناه انا عايز مساحه المنطقه المحصوره تحت المنحنى ده من اول الرقم 1 لحد الرقم 2. طب انا بعمل ازاي او بحلها ازاي؟ قال لك يا سيدي بتحل عادي خالص، بنكامل. فده هيبقى 3 س تكعيب على 3 ناقص 2 س تربيع على 2 زائد 5 س. وده اول تغيير. اول تغيير يا باشا ان هنا مفيش ثوابت. امال بنعمل ايه؟ قال لك يا عم الحاج بنحط قوس كده وبنحط الرقم ده تحت والرقم ده فوق، 1 تحت و2 فوق. طب وبعدين بنعوض مكان السين بالرقم اللي فوق ناقص نعوض بالسين بالرقم اللي تحت، بس طبعا بعد ما نختصر، يعني نختصر ده مع بعض ده مع بعض، فتبقى المساله عباره عن س تكعيب ناقص س تربيع زائد 5 س من 1 لحد 2. طب وبعدين يا باشا عوض بقى ب2 وعوض بقى ب1. فلما اعوض ب2 هتبقى 8 ناقص 4 زائد 10، كده عوضنا ب2 ناقص عوض ب1 فهيبقى 1 ناقص 1 زائد 5. حلو. ده هيطلع كام يا باشا؟ هيطلع 14. وده هيطلع كام يا باشا؟ هيطلع 5. هيطلع الناتج في الاخر يا جماعه ب9. ايه 9 دي بقى؟ دي المساحه اللي تحت المنحنى دوت من اول 1 لحد 2. جميل زي الفل. طب يا عم الحاج ايه التكامل المحدود ده بقى؟ له خواص. قال لك تعالى يا باشا نقولهم. خواص التكامل المحدود، وده اللي يهمني قوي بقى، خواص التكامل المحدود. بص يا باشا، قال لك اول خاصيه للتكامل المحدود ان يا باشا اكيد مليون في الميه تكامل من الف لالف لاي داله في الدنيا اكيد بيساوي صفر.
يعني انا عايز المساحه من 5 ل 5. ايه المساحه من 5 ل 5 دي؟ ما انا بدايه 5 نهايه 5، كده عملت حاجه؟ لا. يعني انا مثلا بقول لك ايه، انا عايز المساحه من اول الف لحد الف. ايه يا عم الحاجه ده نقطه، مفيش مساحه اصلا. انت فاهم؟ وانت اصلا لو جيت تطبقها، لو قلت لك مثلا عايز تكون من 1 ل 1، ما انت كده تعوض بواحد ناقص تعوض بواحد يطلع نفس الرقم، تطرحهم يطلع بصفر على طول. حلو، ده اول خاصيه. تاني خاصيه يا باشا بتقول لك ايه؟ ان تكامل من الف لباء لاي داله في الدنيا هو نفسه تكامل من باء لالف يا باشا، بس بالسالب. ليه؟ ما هو بالعقل، انت لو بتكمل من 1 ل 2 بتعوض ب2 ناقص بتعوض بواحد. طب لو بدلت خليت الاثنين تحت والواحد فوق، هتلاقي نفسك يا باشا بتعوض بالواحد ناقص بتعوض بالاثنين. يعني بدل ما كانت طلعت 14 ناقص 5 هتطلع 5 ناقص 14 هيطلع سالب 9. يعني هيطلع نفس الناتج بس بالسالب. حلو. طب الخاصيه الثالثه، الخاصيه الثالثه بتقول لك ان تكامل من الف لباء لاي داله في الدنيا ممكن يتجزأ. يعني ايه؟ يعني ممكن اخليه مثلا من الف لج زائد من ج لباء. يعني انا مثلا لو عايز المساحه من اول واحد، او معلش من اول سالب 3 لحد 5، ممكن اخليها مثلا من سالب 3 لحد سالب 1، ومن سالب 1 لحد 0، ومن 0 لحد 5. المهم ان يكون بدايتك من سالب 3 واخر رقم انت تنتهي بيه عند 5. حلو. دول 3 خواص كده يا باشا اساسيين. الخواص بقى يا عم الحاج اللي فيها لعب شويه. ايه يا عم الحاج الخواص اللي فيها لعب شويه؟ اذكر يا سيدي الخاصيه يا عم الحاج الرابعه. الخاصيه الرابعه بتقول لك ان تكامل من سالب الف لالف لاي داله في الدنيا. يعني ايه بقى تكامل من سالب الف لالف؟ يعني تكامل مثلا من سالب 2 ل 2، من سالب 3 ل 3، من سالب 4 ل 4. قال لك ده بيخضع لحاجتين. يخضع لحاجتين ازاي؟ قال لك والله اهو الكلام ده بيساوي الناتج هنا يا عم الحاج متوقف على ايه؟ قال لك والله بص، قال لك اذا كانت ايه؟ اذا كانت داله س يا باشا، اذا كانت داله س داله فرديه، يبقى الناتج هيكون بصفر على طول. ولو كانت الداله داله زوجيه، الناتج هيساوي 2 من سالب الف لصفر او 2 من صفر لالف. طب هو ايه الفرق ما بين دي ودي؟ قال لك الداله الزوجيه يا باشا والداله الفرديه دول اللي هم ايه؟ الداله الفرديه هي الداله المتماثله يا جماعه حوالين نقطه الاصل. يعني الجزء اللي فوق هنا زي اللي تحت هنا، وده زي هنا، الاول زي الثالث والثاني زي الرابع. الداله الزوجيه يا معلم عباره عن يا سيدي داله متماثله حوالين محور الصادات، يعني الجزء اليمين زي الشمال بالظبط. فانا هنا لو جيت قلت لك هات لي المساحه من سالب الف لحد يا باشا الف، هتلاقي ان المساحه دي هي نفس دي بالظبط، بس واحده فوق المحور وواحده تحت المحور. يعني واحده بالموجب وواحده بالسالب، لما يتجمعوا هيطيروا بعض يطلع صفر. حلو. لكن هنا بقى لو انت يا باشا جبت كمان من سالب الف لالف، هتلاقي ان العباره عن ان انت عايز المساحه دي زائد المساحه دي، فالمساحه دي نفسها، فهتاخد التكامل من صفر لالف وتضربه في 2، او من سالب الالف لصفر وبرضه تضربه في 2. طب انا بعرف الداله اللي معاك دي داله زوجيه ولا فرديه ازاي؟ قال لك يا باشا عن طريق الحته اللي جايه دي. الداله عشان تكون فرديه بنجيب حاجه اسمها داله سالب س، عشان تكون زوجيه بنجيب حاجه اسمها داله سالب س. لو طلعت نفس الداله الاصليه بالظبط تبقى زوجيه، لو طلعت نفس الداله الاصليه بالظبط بس قدامها اشاره سالب تبقى فرديه، لو ما طلعتش كده ولا كده تبقى ليست زوجيه وليست فرديه. حلو. دي الخاصيه الرابعه. بمناسبه بقى الداله الزوجيه والداله الفرديه، فيها حته برضو كمان مهم. تكامل يا باشا اهو الخمسه، ملحوظه الخمسه. تكامل من الف لباء لداله س بالنسبه لس بيكون هو نفسه اهو، هو نفسه من سالب باء لسالب الف، وهو نفسه من سالب باء لسالب الف بس بالسالب. امتى دي وامتى دي؟ بيساوي ده وبيساوي ده. امتى؟ قال لك هنا يا باشا لو كانت داله س زوجيه هيبقى هو نفس الناتج. هنا لو كانت داله س فرديه. ايه ده؟ طب فهمني بس افهمك. بص على المثال ده اهو يا سيدي، هعمله لك تاني. ده يا باشا الرسمه اهي، وده يا باشا الرسمه اهي. حلو. لو جيت قلت لك يا عم الحاج ايه؟ انا عايز اكمل هنا مثلا قلت لك هات لي تكامل من 1 لحد 2، وهات لي هنا يا باشا، ايه ده معلش انا عكست. هنا لو الداله يا باشا نفس الرسمه يا سيدي هنرسمها تاني، بس هنا الداله يا باشا هتبقى زوجيه، وهنا الداله يا باشا هتبقى فرديه. بص الحته الجميله دي. لو انا دلوقتي عايز اكمل هنا من 1 لحد 2، وهنا عايز اكامل من سالب 2 لحد السالب 1، هتلاقي ان المساحه دي هي نفس دي بالظبط، والاثنين يا اما الاثنين فوق يا اما الاثنين تحت، يعني هو نفس المساحه بالملي. لكن هنا لو انا كملت يا باشا من 1 ل 2 هتلاقي المساحه كده، ولو كملت هنا من سالب 2 لسالب 1 هتبقى المساحه كده. فهتلاقي ان المساحه نفس المساحه بس فيها اشاره يا باشا سالب، لان فيها جزء فوق وفيها جزء تحت. دي تجميعه لخواص التكامل المحدود.
حلو. اللي يهمني قوي يا باشا في التكامل المحدود مسائل زي ايه؟ مسائل مثلا زي ان انا اجي اقول لك انا عايز اكامل من 0 ل 5 تكامل مقياس س ناقص 3 بالنسبه لس. طب وده يهمني جدا، لان المقياس ده يا باشا لازم تعيد تعريفه. لازم نعيد تعريفه ازاي يا باشا؟ قال لك لازم تعيد تعريفه، يعني تاخد اللي جواه مره بالموجب ومره بالسالب. مره هنا لما السين اكبر من الرقم، مره هنا لما السين اصغر من الرقم. الرقم قال لك اصفار اللي جوه القوس. يعني اصفار اللي جوه القوس يعني بناخد اللي جوه القوس نساويه بالصفر، يطلع السين بتساوي 3، نحط هنا 3 ونحط هنا 3. يعني الداله ديت في الجزء الاكبر من الثلاثه والداله ديت في الجزء الاصغر من الثلاثه. انت عايز تكمل من كام لكام؟ من 0 ل 5. يعني لو تعالى نتخيل كده، ادى الصفر ادى الخمسه وادى الثلاثه. الداله الاكبر من الثلاثه اسمها س ناقص 3، والاصغر من الثلاثه اسمها سالب س ناقص 3. يعني انت اصلا معاك دالتين، داله في الجزء من 3 ل 5 وداله في الجزء من 0 ل 3. يبقى ساعتها ما اقدرش اكمل من 0 ل 5 مباشر. امال اعمل ايه بقى يا باشا؟ اقسم المساله، اقول له بص احنا هنكمل من 0 ل 3 بس هنكامل الداله دي، وهنكامل من 3 ل 5 بس هنكامل الداله دي، ونبدا نكمل عادي خالص. ممكن خلي بالك تعمل الكلام ده بالاله الحاسبه، وده انا شرحته في الفيديو بتاع التكامل المحدود ازاي تعمل التكامل بالاله الحاسبه، وممكن تحلها عادي. يعني ده يا باشا اضرب السالب جوه في السالب في السالب، خلاص راحت بقت موجب 3. كمل بقى، يبقى دي سالب س تربيع على الاثنين زائد 3 س، بس هنا هنعوض يا جماعه من 0 ل 3. هنا هيبقى برده س تربيع على الاثنين ناقص 3 س، بس هنا هنعوض من 3 ل 5. تعال نطلع الناتج. عوض بالثلاثه هيبقى سالب 9 على الاثنين زائد 9 ناقص عوض بصفر هيطلع صفر. ادي كده اول تعويضه. حلو. هنا عوض ب5 هتبقى 25 على الاثنين ناقص 15 ناقص عوض بالثلاثه هتبقى 9 على الاثنين ناقص 9. حلو. تعالى بقى يا باشا نطلع الناتج. سالب 9 على الاثنين يعني سالب 4.5 وموجب 9 يبقى موجب 4.5. هنا 25 على الاثنين فهل 12.5 ناقص 15 يبقى سالب 2.5 ناقص 9 على الاثنين ناقص 9 يبقى سالب 4.5 في السالب يبقى موجب 4.5. 4.5 و4.5 9 ناقص 2.5 يا باشا يبقى 7.5. وكده السؤال بتاعك بالنسبه لك يكون انتهى. حلو. سؤال المقياس ده سؤال مهم قوي. تمام يا باشا. طب واحد يقول لي طب اديني مثال على الداله الزوجيه والداله الفرديه. اقول لك سؤال يا باشا على الداله الفرديه، يقول لك مثلا عايزين تكامل من سالب 3 ل 3 س تكعيب زائد س على س تربيع زائد جتا س بالنسبه لس. خلي بالك الراجل بيكون لعيب في المسائل دي. ليه بقى؟ لان هو دايما بيجيب لك داله لو انت تعرف تكملها هتكملها عادي اصلا ومش هتبص لحدود التكامل، لكن الداله دي اصلا ما تعرفش تكملها، فانت غصب عن حضرتك هتعمل ايه؟ هتروح تشوف للاول هي داله زوجيه ولا داله فرديه. فبنعمل ايه بقى؟ بنقول يا باشا ان داله س احنا هنقول عليها س تكعيب زائد س على س تربيع زائد جتا س، اللي هي الداله اللي معايا دي. واعمل ايه بقى؟ واقوم رايح جايب حاجه اسمها داله سالب س، يعني اشيل كل س واحط مكانها سالب س. فيبقى دي سالب س تكعيب وهنا سالب س وهنا سالب س تربيع زائد جتا سالب س. وبعد كده ظبط الاشارات. اللي فوق هتبقى سالب س تكعيب ناقص س، والتربيع هيطير السالب والجتا بتاكل الاشاره السالب. هل دي نفس الداله الاصليه؟ لا، تبقى مش زوجيه. بس لو اخدت من هنا يا باشا اشاره سالب عامل مشترك فده هيبقى موجب، فهتلاقي ان المساله اللي معانا بقت نفس الداله الاصليه بالظبط بس قدامها اشاره سالب. وطالما هي نفس الداله الاصليه بالظبط بس قدامها اشاره سالب يبقى الداله اللي معاك دي يا باشا نوعها داله فرديه. وطالما داله فرديه يبقى الناتج على طول بصفر ومش هتحل مساله. شفت الكلام الحلو بقى؟ اهو دي ميزه الداله الزوجيه والداله الفرديه يا باشا. طب يا عم الحاج اديني كمان واحده بس خليها داله زوجيه. اقول بيقول لك مثلا عندنا تكامل من سالب 5 ل 5 لداله س بالنسبه لس بيساوي 30. وكانت داله س دي يا باشا داله زوجيه. اول ما تشوف الجمله دي تبقى انت عارف على طول ان تكامل اكيد من سالب 5 ل 0 بتساوي 15، وتكامل من 0 ل 5 برضه ب 15 عشان يبقى مجموعهم ب 30، لان المساحه اليمين زي المساحه الشمال بالظبط. ويجي يقول لك ايه؟ يقول لك وتكامل من 0 ل 3 لداله س بالنسبه لس بتساوي يا عم الحاج مثلا 10. حلو الكلام كده؟ حلو الكلام. طب ما انت لازم تفهم. افهم ايه يا باشا؟ دلوقتي الراجل اللي مديلك المساحه لو عملنا خط عادي كده من 0 لحد 5 المساحه كلها ب 15، ومن 0 لحد 3 هو مديها لك ب 10، يبقى اكيد المساحه من 3 ل 5 ب 5. هيجي يسالك كده يقول لك اوجد المساحه من 3 ل 5، او يجي يقول لك بقى ايه؟ اوجد تكامل من سالب 5 لسالب 3. ودي الملحوظه الاخيره اللي احنا قلناها. لو تكامل من 3 ل 5 ب 5 يبقى من سالب 5 لسالب 3 برضه ب 5 عشان الداله زوجيه.
لكن لو كانت فرديه كان الناتج هيطلع -5، وكده يا باشا انت فهمت الداله الزوجيه والداله الفرديه بيجي عليها مسائل ازاي. حلو حلو. طب افرض الراجل جاب لك تكامل بالتعويض او تكامل بالتجزيء بس في حدود، يا باشا كامل الاول عادي خالص، وفي الاخر حط الحدود وعوض، يعني دي ما فيش فيها اي مشكله خالص. كامل الاول تكامل تعويض او تكامل تجزيء، وفي الاخر عوض يا باشا بالرقم اللي فوق نص الرقم اللي تحت، دي ما فيش فيها اي مشكله. حلو الكلام، حلو الكلام. وده تلخيص لدرس التكامل المحدود على السريع كده يا باشا. كده يتبقى لنا ايه؟ مساحات الحجوم اللي هم فيهم شبه بعض كبير جدا. تعالى يا باشا نبدا بيهم، يلا بينا. درس يا سيدي المساحات وحجوم الاجسام الدورانيه دول يعني درسين مش عايز اقول لك يعني هم تيبيكال لبعض، وهم اللي فاهمهم هيعرف ان هم معتمدين على ان انت تعرف ازاي ترسم الداله. ورسومات الدوال دي انا كنت مراجعها في فيديوهات لتانية ثانوي وراجعتها في فيديوهات ثالث ثانوي موجوده عند حضرتك، مش هنقدر نراجعها دلوقتي لان هتلاقي الموضوع بالنسبه لنا طويل قوي مع الفيديو. فانت لو عايزها لوحدها تعرف ازاي ترسم الدوال ادخل يا باشا اتفرج عليها. احنا عايزين نفهم المساحات والحجوم ده عباره عن ايه. فانا من الاخر انا بقسم الدرس ده لكذا فكره. الفكره الاساسيه بتاعتنا ان الراجل يقول لك انا عايز مساحه منطقه محصوره ما بين شويه دوال. حلو. فانا شغلانتي اعمل ايه؟ ارسم الدوال دي، افهم المساحه اللي معايا دي عباره عن ايه، بدايتها فين، نهايتها فين، وده اللي يهمني، اللي هي بدايه التكامل، نهايه التكامل، بدايه المساحه، نهايه المساحه، ده اللي يهمني في المسائل. يعني مثلا اجي اقول لحضرتك اوجد مساحه المنطقه المحصوره ما بين المنحنى ص بيساوي مثلا س تربيع ناقص 4، ويا سيدي س بتساوي -1، وس بتساوي 2، وص بتساوي 0. انا عايز مساحه المنطقه المحصوره ما بين الدوال دي يا جماعه. فانا بعمل ايه؟ انا اول خطوه برسم الدوال دي، ده الطبيعي بتاعي. حلو. الدوال دي يا عم الحاج عباره عن ايه؟ دي داله تربيعيه. الداله التربيعيه ديت عشان ترسمها كنا احنا بنطلع لها 3 نقط. نقطه بنسميها نقطه راس المنحنى، ونقطه قبلها ونقطه بعدها. نقطه راس المنحنى هي الرقم اللي جنب السين تحت التربيع بعكس الاشاره، واللي بره زي ما هو. مفيش رقم جنب السين تحت التربيع فتبقى 0، واللي بره زي ما هو ب4. وناخد نقطه قبلها ونقطه بعدها، يعني ناخد -1 وناخد -1. لو عوضنا ب1 هيطلع -3، ولو عوضنا ب1 برضه هيطلع ب3. لو جيت ترسم الرسمه دي يا باشا هتلاقي الرسمه دي عباره عن ايه؟ بص كده. ده -1 -2 -3 ب4، ده 1 2 3 -1 -2 1 2 3. هتلاقي اول نقطه معانا اسمها 0 و4، بعد كده -1 و3، بعد كده 1 و3. عايز تظبط اكتر عوض بكمان نقطه. لو عوضنا ب 2 تربيعها 4 ناقص 4 ب0، -2 تربيعها 2 4 ناقص 4 ب0. فهتلاقي ده اللي معانا عامله كده. حلو. طب وبعدين يا باشا اللي بعده س بتساوي -1. قال لك يا باشا اي س بتساوي رقم هو خط مستقيم يوازي محور الصادات عند الرقم ده اللي هو س بيساوي -1. س بتساوي 2 هو خط مستقيم يوازي محور الصادات عند الاثنين. ص بتساوي 0 ده خط مستقيم يوازي محور السينات. ايه ده؟ طب مش يوازيه، ده هو اصلا نفسه محور السينات يا باشا، لان هو اسمه ص بيساوي 0. يبقى اي ص بيساوي رقم ده يوازي السينات، س بيساوي رقم ده يوازي الصادات. فين المساحه بقى بتاعتنا؟ المساحه بتاعتنا هي عباره عن الجزء المظلل الجميل ده اللي هو بدايته من -1 لحد الاثنين. وهتلاقي ان المساحه اللي معاك محصوره ما بين ايه؟ محصوره ما بين الداله اللي معاك ومحور السينات. فساعتها بنعمل ايه؟ بنقول له ان المساحه اللي معانا عباره عن تكامل بدايتنا من عند -1، نهايتنا عند الاثنين، والداله اللي معانا اسمها س تربيع ناقص 4 بالنسبه لس. ولو الرسمه بتاعتك فوق محور السينات فانت كده تمام وزي الفل. لو هي تحت محور السينات فالناتج هيطلع بالسالب، فبنحط لها المقياس عشان مفيش مساحه عندنا بالسالب. واحد يقول لي طب هو في التكامل المحدود لازم نعمل كده؟ لا، في التكامل المحدود انا بطلع ناتج يطلع موجب سالب مش فارق. لكن في درس المساحات انا عايز مساحه، وانت يا باشا عندك مفيش حاجه اسمها مساحه بالسالب. هناك معنى السالب اللي هيطلع ان المساحه تحت محور السينات، والموجب اللي هيطلع ان هي فوق محور السينات. لكن هنا احنا عايزين المساحه كرقم، عايزين الناتج بتاعها بكام. فهي لو فوق هناخدها بالموجب هتفضل زي ما هي، لو تحت الناتج هيطلع بالسالب فتاخد لها المقياس. فانت لو كملت الداله دي مثلا اهو يا باشا هيطلع هنا كام؟ ثلث س تكعيب ناقص 4 س، وهنعوض من -1 ل2. لو عوضنا ب2 هيطلع 8 على 3 ناقص 8 ناقص عوض ب1 فهيبقى يا باشا -1 على 3 زائد 4. مليون في المية من غير ما اشتغل الناتج ده يطلع بالسالب. حلو. عشان كده انا عامل ايه؟ واخد له المقياس
عشان الناتج اللي يطلع لازم يطلع بالموجب. يعني لو جبت الاله الحاسبه وجينا جربنا كده، لو جينا جربنا يا باشا هتلاقي ان 8 على 3 ناقص 8 ناقص يا باشا سالب 1 على 3 ماشي، اجمع على 4، الناتج بتاعها هيطلع معانا سالب 9. فانت طبعا واخد لها المقياس عشان الناتج اللي جوه يا باشا طالع سالب 9، فلما انت تاخد له المقياس يطلع الناتج يا باشا ب9. ممكن من البدايه خالص تقوم كاتب علامه التكامل وتقوم كاتب الداله اللي جوه زي ما اتفقنا ازاي تعملها بالاله الحاسبه. تكتب يا باشا الفا اكس تربيع ناقص 4 وتنزل تحت تكتب سالب 1، تطلع فوق تكتب 2، هيطلع الناتج على طول مباشر سالب 9. تقوم انت واخد ده مقياس تطلعها ب9. ده لو انت عايز تطلع الناتج مباشر بالاله الحاسبه. وده الفكره بالنسبه لنا ان انت تلاقي المساله اللي معانا محصوره مع محور السينات يا اما فوق يا اما تحت. طب الفكره الثانيه يا باشا، الفكره الثانيه ان نفس السؤال بالظبط يجي لك بس المساله اللي معاك تبقى عامله كده. يقول لك مثلا انا عايز مساحه المنطقه المحصوره ما بين المنحنى نخلي فيهم شبه من بعض شويه، س تربيع ناقص 4 ماشي، وص بتساوي 4 ناقص س تربيع. حلو. ايه الفرق ما بين يا باشا الرسمتين دول؟ طب تعالى نفهم. الرسمتين دول يا جماعه، اول نقطه هنا احنا اتفقنا بجيب نقطه راس المنحنى اللي اسمها 0 وسالب 4، واخد نقطه قبلها ونقطه بعدها سالب 1 و3 1 و3. هنا هعمل نفس الكلام بس هنا نقطه راس المنحنى يا باشا هتبقى اسمها 0 و4 عشان الرقم اللي بره زي ما هو، وهناخد نقطه قبلها ونقطه بعدها. لو عضنا بسالب 1 يطلع 3، لو عضنا ب1 برضه هيطلع 3. فلما نيجي نرسم الداله دي يا باشا هتلاقي الرسمه دي عباره عن ايه؟ تعال اقول لك عباره عن ايه. ده الرسمه 1 2 3 4 سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4. ده 1 2 سالب 1 سالب 2. هتعمل ايه؟ اول نقطه فوق هتلاقيها 0 وسالب 4 1 وسالب 3 سالب 1 وسالب 3، وهتلاقي الداله عامله كده وبتمر بالنقطه سالب 2 و2 زي ما اتفقنا. هنا بقى هتلاقي النقطه اسمها 0 و4 سالب 1 و3 و1 و3، وهتلاقيها برضه بتمر بالنقطه 0 وسالب 2 و0 و2 مع بعض. فهتلاحظ ان المساحه بتاعت حضرتك هي المساحه الجميله دي. كده المساحه اللي معاك محصوره ما بين دالتين مش داله مع محور السينات. فساعتها بنعمل ايه؟ بنشوف البدايه بتاعت المساحه اللي هي سالب 2 ونهايه المساحه اللي هي 2. طب افرض الرسمه اللي قدامي مش باين فيها المساحه، قال لك طب ما هو دول يا باشا اصلا اسمهم نقط تقاطع الدالتين، فعشان تجيبهم حل المعادلتين مع بعض، ساوي المعادلتين ببعض، ساوي الس تربيع ناقص 4 ب4 ناقص س تربيع، فاجيب دي هنا واجيب دي هنا، فيبقى 2 س تربيع بتساوي 8، يبقى الس تربيع ب4، يبقى الس بتساوي موجب وسالب 2. يعني الدالتين دول هيتقاطعوا عند الموجب والسالب 2. وفي ناس اصلا اول ما بيجيبها دالتين بتقوم عامله كده على طول من غير اصلا ما ترسم الرسم. فساعتها بنقوم قايلين له ان المساحه بتاعتنا عباره عن ايه بقى؟ تكامل بدايته من سالب 2 لحد 2. وبنعمل ايه بعد كده؟ بنكتب الداله اللي فوق اللي هي 4 ناقص س تربيع ناقص الداله اللي تحت اللي هي س تربيع ناقص 4 بالنسبه لس. ولازم الداله اللي فوق ناقص الداله اللي تحت، لازم الداله اللي فوق ناقص الداله اللي تحت عشان الناتج يطلع بالموجب. طب افرض يا باشا انت عملتها الداله اللي تحت ناقص الداله اللي فوق، هتقول لي يبقى الناتج بتاعي هيطلع بالسالب. طب ما انا كده ذكي، اقوم اعمل ايه؟ اقوم حاطط لها مقياس واطلعه بالموجب. يعني انا من الاخر مش تفرق معايا، انا بقول لك هي لازم تكتب اللي فوق ناقص اللي تحت عشان الناتج يطلع بالموجب. لكن كحل انا مش فارق معايا، انا هكتب اي واحده ناقص الثانيه، ولو الناتج طلع بالموجب خير وبركه، طلع بالسالب اخد لها المقياس وهطلعها برضه بالموجب يا باشا. يعني هنا لو جينا نكمل هتبقى عباره عن من سالب 2 ل 2. وتعالى نظبط 4 ناقص 4 يبقى كده بقت 8، سالب س تربيع ناقص س تربيع يبقى سالب 2 س تربيع يا باشا بالنسبه لس. وزي ما قلت لحضرتك اي مساله زي ديت بالاله الحاسبه وانجز نفسك. يعني يا باشا الاله الحاسبه معانا اهي، هنقول له تكامل الداله معانا اسمها 8 ناقص 2 الفا اكس تربيع ماشي، وهننزل تحت نكتب من سالب 2 وفوق يا عم الحاج 2، يطلع الناتج معانا يا باشا 64 على 3. وكده خلص الموضوع. لو انت كنت بدلتهم كان هيطلع سالب 64 على 3، وانت عارف ان مفيش مساحه بالسالب هتشقلب. حلو. طب ده لو كان معانا دالتين، يبقى انت ممكن يكون معاك داله مع محور السينات فهتكتب الداله بس لوحدها، لو فوق هتاخدها بالموجب، لو تحت يا باشا هتاخدها زي ما هي والناتج يطلع بالسالب تقوم حاطط لها المقياس عشان الناتج يطلع بالموجب. لو معانا دالتين هكتب الداله اللي فوق ناقص الداله اللي تحت، ولو انت اتلخبطت حط المقياس في الاخر هيطلع برضه الناتج بالموجب. حلو. طب يا عم الحاج ايه اللي بعد كده؟ اللي بعد كده بقى ان الراجل ممكن يجيب لك مش دالتين بس، ده ممكن يجيب لك مثلا 3 دوال.
3 دوال مع بعض؟ 3 دوال مع بعض. طب دول يا عم الحاج احلهم ازاي او اعملهم ازاي؟ تعال نفكر مثلا ان الراجل ممكن يعمل معانا ايه. اقول لحضرتك مثلا بص يا باشا، يقول لك انا عايز مساحه المنطقه المحصوره ما بين المنحنى ص بتساوي، نقول مثلا ايه يا سيدي، ص بتساوي س ناقص 2. حلو حلو. وكمان يا عم الحاج ص بتساوي مثلا 3 ناقص س. ماشي. ونقول مثلا ص بتساوي موجب جذر س. حلو حلو. انا عايز المساحه المحصوره ما بين الثلاث مناطق دول. طب ما تيجي نرسمهم الاول. تعالى يا باشا نرسم. اهو 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2 -1 -2 -3. دي ضله خطيه عشان ترسمها عوض باي نقط عادي، يعني عوض بواحد هيطلع -1، عوض ب2 هيطلع 0، هتلاقي نفس حضرتك رسمت الرسمه بكل بساطه. الداله الثانيه يا باشا هتلاقي ان حضرتك لو عوضنا مثلا بصفر هتطلع 3، بواحد هتطلع ب2، 2 هتطلع بواحد، هتطلع بصفر، فهتلاقي الداله اللي معانا عامله كده. حلو حلو. وهتلاقي ان ص بتساوي جذر س، لو عوضنا بصفر هتطلع صفر، لو عوضنا بواحد هتطلع بواحد، لو عوضنا باربعه هتطلع ب2. يعني هتلاقي المساله كده، فهتلاقي الداله عامله كده. ماشي. ويقول لك مثلا كمان يا عم الحاج وعايزين المساحه المحصوره كمان ما بين الكلام ده والس بتساوي صفر، اللي هو يا باشا محور الصادات اهو، اللي هو ده. فكده انت عايز مساحه المنطقه الجميله اللطيفه اللذيذه دي. المنطقه اللذيذه اللطيفه دي يا باشا لو جيت تشوف بدايتها هتلاقي بدايتها من عند الصفر، نهايتها انا مش عارفها، بس في مشكله بسيطه خالص. مين الداله اللي فوق ومين الداله اللي تحت؟ هتيجي تشوف الداله اللي فوق هتلاقيها عباره عن داله الجذر، وبعد كده بقت الداله الخطيه. اللي تحت الداله الخطيه ثابته ما اتغيرتش، يعني اللي تحت ديت اسمها ص بتساوي س ناقص 2. لكن اللي فوق هنا في اسمها ص بتساوي جذر س، وفي هنا يا باشا ص بتساوي 3 ناقص س. يعني كده المساله يا باشا ما هياش ثابته، فانت غصب عن حضرتك لازم المساله دي تتقسم نصين. تتقسم الجزء ده لوحده وتبقى الداله دي ناقص الداله دي، والجزء ده لوحده وتبقى الداله دي ناقص الداله دي. طب يا عم الحاج بدايه من عند الصفر، النقطه دي كام والنقطه دي كام؟ افهم بقى. هي النقطه دي نقطه تقاطع ايه؟ نقطه التقاطع ده مع ده، حلهم مع بعض، يعني يساوي 3 ناقص س بالجذر س. بس كده بس كده. وطلع النقطه دي يا باشا بكام بالظبط. طب احل دي ازاي يا باشا؟ هنربع طبعا. هنربع. فيا باشا هنربع، فهيبقى دي كام؟ هيبقى مربع الاول في الثاني في 2، مربع الثاني الكلام ده كله بيساوي س. فالراجل دي الناحيه الثانيه هيبقى س تربيع ناقص 7 س زائد 9 بتساوي صفر، وهروح بالاله الحاسبه على طول احلها، بس هيطلع معاك ارقام عشريه مود 5 3. 1 يساوي -7 يساوي 9 يساوي هيطلع يا باشا اول رقم عندنا س بتساوي 5.3، والرقم الثاني يا سيدي س بتساوي 1.7. طبعا ده مش معانا لان هي باين قوي ان السين محصوره هنا. حلو قوي على الرسم، جميل الكلام جميل الكلام. طب يا عم الحاج النقطه دي هي نقطه تقاطع الخط ده مع الخط ده، طب ما الخط الاولاني اسمه 3 ناقص س والخط الثاني اسمه س ناقص 2. طب ما اجيب دول مع بعض واجيب دول مع بعض، يبقى 5 بتساوي 2 س، يعني الس بتساوي 2.5، يبقى النقطه هنا يا باشا عند 2.5. فلما اجي اقول له بقى المساحه بتساوي ايه؟ تقول لي لازم يا باشا خليها تكاملين. التكامل الاولاني من 0 ل 1.7، والداله اللي فوق هتبقى اسمها جذر س ناقص الداله اللي تحت اسمها س ناقص 2. طب المساحه الثانيه هتبقى بدل من 1.7 لحد 2.5، الداله اللي فوق هتبقى اسمها 3 ناقص س، والداله اللي تحت يا باشا هتبقى اسمها س ناقص 2، ونبدا نكمل عادي بدماغك او بالاله الحاسبه. يعني اللي انا اقصده ان المساله اللي معانا ممكن تكون داله مع محور السينات، او ممكن تكون دالتين فتحلهم مع بعض وخلاص يا عم الحاج خلصت والداله اللي في النص والداله اللي تحت، او ممكن تكون 3 دوال، فالمساحه اللي معاك مش هتبقى ثابته، مش هتبقى مظبوطه، فلازم تقسمها يا باشا مساحتين. الكلام ده بيتعمل نفسه بالظبط في الحجوم، بس بدل ما يجي يقول لك انا عايز المساحه يجي يقول لك انا عايز حجم الجسم الناشئ عن دوران المساحه ده حوالين محور السنان. فساعتها بنعمل ايه؟ قال لك بنعمل نفس الكلام بالظبط، بس الحجم بيكون عباره عن بنزود باي وبنكتب نفس المساله، بس يا باشا بنربع الدال. يعني كل اللي انت هتعمله المساله تكتب نفسها، هتزود باي بره وتربع الدال بس. ايه ده؟ يعني انا لو عايز اشتغل هنا هتقول له الحجم اهو بيساوي تكامل من -2 ل 2 8 ناقص 2 س تربيع. لا ارجع للاصل يا باشا، ارجع للاصل. انت كنت كاتب ايه؟ انت كنت كاتب 4 ناقص س تربيع، وهنا ناقص س تربيع ناقص 4. تقوم انت عاملها حضرتك مزود باي
ومربع الداله دي ومربع الداله دي. كل واحده لوحدها كل واحده لوحدها. طب افرض كانوا 3 هتكتب هنا باي هتربع دي هتربع دي، باي هتربع دي هتربع دي. ده بشرط ايه بقى؟ ان يقول لك انا عايز حجم الجسم الناشئ عن دوران المنطقه حول محور السينات. يعني انت يا باشا بتكامل حوالين محور السينات، فبيكون حدود التكامل بدايتك ونهايتك من على محور السينات، والداله اللي جوه بتكون سينات لان انت بتكامل بالنسبه للسينات. طب لو انا بكامل بالنسبه للصادات، لا، الاختلاف بقى يا معلم هيبقى فين؟ ان حدود التكامل دي لازم تطلع من على محور صاد والداله اللي جوه بتكون صادات. ازاي؟ اقول لك. لو احنا ادينا مثال بسيط خالص عشان انت تفهم الموضوع ماشي ازاي. لو انا قلت لك انا معايا صاد بتساوي وليكن مثلا 3 ناقص 2 س. حلو. او يا عم الحاج خليها رقم مثلا زي ده 6 ناقص 2 س. جميل. وقلت لك س بتساوي صفر وصاد بتساوي صفر. انا عايز المساحه المحصوره ما بين الكلام ده الاول. ارسم. تعالى يا باشا نفهم. لا والله عشان نرسم ده 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 دي داله خطيه. اعوض باي ارقام. لو حطينا مكان السين بصفر هيطلع الصاد بستة. لو حطينا 1 هيطلع الصاد ب4. لو حطينا 3 هتطلع بصفر. فلما تيجي ترسم الرسمه بتاعتك عامله كده. وس بتساوي صفر ده محور الصادات نفسه اهو. وصاد بيساوي صفر ده محور السينات نفسه. فالمساحه بتاعتنا الجميله هي عباره عن المساحه دي. جميل. لو انت عايز تجيب حجم الجسم الناشئ عن دوران المنطقه ده حوالين محور السينات، فهتقول له كده ان الحجم هيساوي باي تكامل، ودلوقتي انا هكمل بالنسبه لس. فحدود التكامل هجيبها من على محور س اللي هو بدايه المساحه ونهايه المساحه، والداله اللي انا هكملها هتبقى الداله اللي معايا بس هتكون سينات، واوعى تنسى تربع الداله، نزود باي ونربع الداله. حلو. طب لو انا يا باشا ده لو انا عايز حول السينات. طب يا عم الحاج لو انا عايز حول الصادات، هيبقى الحجم بيساوي باي تكامل، واجيب بقى حدود التكامل من على محور الصادات، فهيبقى من 0 ل 6. طب وبعدين انا دلوقتي هكمل بالنسبه لصاد، وانا قايل في اول حاجه في التكامل ان انت المتغير اللي جوه لازم يكون نفس المتغير اللي انت بتكمل بالنسبه له. يعني طالما يا باشا انت بتكمل حوالين محور الصادات ما ينفعش تاخد الداله كده، امال تعمل ايه؟ تعكس ازاي يعني؟ هجيب الاثنين س ناحيه واجيب الصاد مكانها، فيبقى الاثنين س بتساوي 6 ناقص صاد، واقسم يا باشا على الاثنين فيبقى س بتساوي 3 ناقص نص س، معلش 3 ناقص نص صاد، واخدها زي ما هي مكتوبه كده هتبقى اسمها 3 ناقص نص صاد بس يا باشا لكل تربيع. يبقى انت لو بتكمل حوالين محور السينات حدود التكامل تطلع من على السينات والداله اللي جوه يكون سينات. لو بتكمل حوالين محور الصادات يبقى حدود التكامل مع محور الصادات والداله اللي جوه تكون صادات، والناتج بكل بساطه بالاله الحاسبه. هتقوم جايب الاله الحاسبه وادي يا باشا تقوم كاتب تكامل. المساله اللي فوق هتبقى عباره عن 6 ناقص 2 الفا اكس يا باشا الكل تربيع. حلو الكلام. وهننزل تحت نكتب صفر ونكتب فوق يا باشا 3، هيطلع معايا 36. اكتب جنبهم باي يبقى دي 36 باي. الاله الحاسبه بتبقى لذيذه في المسائل اللي هي بتبقى سهله، لكن لو فيها جذور او في اي حاجه من الحاجات اللي هي الرخمه زي لوغاريتمات زي اي حاجه من الحاجات دي يفضل بدماغك طلع الناتج. لكن لو مساله بسيطه س تربيع حاجات لذيذه كده بالاله الحاسبه طلع الناتج زي اللي تحتها. اللي تحتها يا باشا انا هكتب تكامل ايه؟ هتقول لي يا باشا 3 ناقص نص. هتقول لي طب والصاد دي كده ازاي؟ برضه اكس هتبقى الفا اكس، المهم ان هي مجهول يعني. الكل يا باشا تربيع، وهتنزل تحت يا معلم تكتب صفر وتطلع فوق يا جدعان تكتب 6 وتطلع الناتج يطلع معايا 18. اكتب جنبه باي وكده يا باشا انت خلصت السؤال. بالمثل بقى اي مساله يا باشا انت عايز تكمل حوالين محور السينات حدود التكامل سينات والداله سينات، عايز تكمل حوالين محور صادات حدود التكامل مع محور صادات والداله جوه تكون صادات، بس ما تنساش تكتب الباي وتربع الداله. ده اهم حاجه في المساحات والحجوم زي ما انت شفت حضرتك قدامك. وده كده نقدر نقول عليه تلخيص لكل التكامل في السريع عشان حضرتك تقدر تدخل على الامتحانات على طول وتنجز نفسك. تمام الكلام. استنونا في الفروع اللي جايه، مش هنتاخر عليكم. السلام عليكم.